سوما ولد يتيم عايش مع جده بعد ما أبوه وأمه ماتوا. في يوم جده قعد جنبه وقال له: يا ابني، من يوم ما ابوك وامك سابونا وانت عايش معايا، صدقني يا حبيبي انت بقيت كل عيلتي. انا عارف ان ايامي في الدنيا دي قليلة ونفسي ما تكملش حياتك لوحدك زي ما انا عملت. حاول تبني عيلة ليك يا سوما، عشان انك تبقى محاط باللي بتحبهم واللي بيحبوك اثمن من الدنيا كلها وما فيها. الكلام دخل قلب سوما زي السهم، حس بيه واتأثر جامد، لكن بعد فترة خسر جده كمان، ومن وقتها وهو بقى يزور قبره على طول. واقف قدامه تايه غرقان في وحدة خانقة مش قادر يطلع منها. بطلنا سوما بيتم استدعائه العالم تاني قبل ما يلحق يعيط على فراق جده. حتى ساحر القصر الملكي في المملكة التانية اتفاجئ وما كانش متوقع ان الاستدعاء ده يشتغل فعلا. سوما زعل جدا لما قابل الملك لانه لسه ما كملش بحث تخرجه ولسه محتاج يخلص رسالته، وفجأة لقى نفسه في عالم تاني. قال لنفسه يعني دلوقتي هضطر اجل تخرجي. الملك اللي حس انه اتحط في موقف محرج شرح بسرعة الموقف. سوما اتعرف على ارض اسمها رانديا، القارة اللي ساكنينها البشر وانواع تانية من الكائنات. بس قبل 10 سنين ظهر بعد شيطاني اسمه عالم الشياطين في شمال القارة، والشياطين كانوا بيقتلوا بعنف. الامبراطورية الكبرى اللي كانت اكبر دولة في القارة عملت تحالف لمهاجمة عالم الشياطين، لكن حصلت كارثة كبيرة. الدول خسرت جزء كبير من جيوشها، ومن ساعتها وهي مش قادرة توقف هجمات الشياطين. على مدار 10 سنين عالم الشياطين كبر وسيطر على تلت القارة تقريبا، ومع توسع اراضيهم بدأت جيوش الشياطين تتفرق شوية، وده خلى الدول تقدر تاخد نفس وتقاوم الهجمات بالكاد. خطوط المعركة فضلت متقفلة من غير اي تقدم. ثم سألهم يعني انتم متوقعين منا قاتل الشياطين؟ المستشار الالفي شرح له ان الامبراطوريه الكبرى هي اللي بتقاتل الشياطين بجد، والدول الصغيره حواليها كانت بتعتمد على الامبراطوريه علشان الحمايه، فلازم كل دوله تساهم باكل وفلوس. لكن المملكه الصغيره ما كانتش تقدر توفر كتير، فقرروا يستدعوا سوما كنوع من الهديه للامبراطوريه الكبرى. سوما انتقد ده وقال ده شبه العيله الفقيره اللي بتبيع بناتها علشان ما تعرفش تسدد ديونها. الملك والمستشار فضلوا ساكتين ومش مصدقين كلامه. سوما سالهم طيب يعني ايه بطل اصلا؟ قالوا له البطل هو قائد العصر. ثم ضحك وقال لهم انا اصلا نفسي اكون مجرد شخص يحل مشاكل بلده صغيره واعدي امتحان الخدمه المدنيه. دلوقتي جيتولي في مكان غريب كده، خايف يتشالوا مني يوم واتقطع ومش هعرف اهرب من الناس اللي حواليا. وبعد كده سوما قرر يقنعهم بكلامه. اول حاجه عملها انه حكى لهم عن الحرب المستمره مع الامبراطوريه الكبرى، والموضوع بتاع الضرايب ده ما كانش هينتهي بحاله واحده بس، خصوصا انه كان البطل اللي استدعي تاني في تاريخ المملكة كل 500 سنة. هو قال انه زيه كأنه ورقة رابحة للمملكة وما ينفعش تتصرف فيه بسهولة. الملكة اتفقت معاه جامد على كلامه. سوما على طول فقد اي فكرة عن نظريات الحكم الحديثة، وبدأ يحلل مالية الدولة ويخطط سياسة لتقوية البلد وزيادة ثروتها، وكمان تقوية الجيش علشان يكون قادر ينافس امبراطورية كبيرة. وده كان معناه كمان انه هيواجه طلبات اكتر قوة على الاكل والعقارات من الامبراطورية. الملك والمستشار كانوا شايفين ده مستحيل، لكن سوما رد وقال انتوا دايما بتقولوا ان البطل ممكن يغير العصر، طالما انا هنا لازم اعمل حاجه فعلا. وبالرغم من كلامه الكبير سوما ما كانش عارف هيعمل ايه بعد كده، وكان فاكر بس ازاي يجمع الضرايب في البدايه. سوما طلب اولا من الملك الوضع المالي الحالي، والملكه خلت المستشار يجهز البيانات. بعد كده سوما قاد كل الاجتماعات اللي استمرت 3 ايام وليالي، وفي صباح اليوم الثالث سوما كان تعبان جدا وراحوا بيه قدام الكل، والملك اعلن بصوت عالي انه هيتنازل عن الحكم لسوما وقرر يجوز ابنته ليزا لسوما علشان يكملوا السلالة الملكية. الخبر ده صدم الدقات ال3 الكبار في المملكة. الأميرة ليزا رجعت بسرعة بالليل خايفة ان ابوها اتجبر انه يتنازل، لكنها لقت ابوها مبسوط قاعد في حضن امها. الملك قال ان سوما انسب من نفسه لإدارة البلد. وبخصوص خطوبة ليزا وسوما قال ان ده كان اقتراحهم الاولي، لكن ليزا ممكن تقابل سوما الاول وتتعود عليه، ولو مش عاجبها شخصيته سوما ما كانش هيجبرها. ليزا لقت سوما غريب جدا فمشيت على المكتب تدور عليه. لقيت سوما غرقان في اوراقه. لما شافته ليزا اللي كانت بتعرف تقرا وتحسب سوما كاد يوظفها على طول. ليزا حكت له موقفها المحرج كاميره سابقه بعد صعود سوما المفاجئ. سوما اشتكى انه مش عايز الملكيه، وقال انه اتلبس الاصفر فجاه، وكان هدفه الاساسي انه يضمن سلامته مش انه يوصل للعرش. الكلام بينهم خلاهم الاتنين مش مصدقين. سوما كان فاكر انه هيدير الماليه بس، والملك رمى عليه التاج فجاه وزود شغله كذا مره. ليزا حست بشويه ذنب، وسوما كمان تعاطف معاه لانها اتلمت
وافقت فجأة على خطوبة لشخص غريب. سوما طمنها انه بيتصرف كمالك مؤقت ويخطط انه يتنازل بعد كام سنة لما يجمع دعم كافي وفلوس علشان ما يبعدش للامبراطورية كرهين. بس دلوقتي بعد ما ورث العرش لازم يحط البلد على الطريق الصح، ومصير الامة هيتحدد في الاخر على ايد الشعب. كمان ليزا ممكن تلغي الخطوبة لو عايزة. ليزا اتصدمت وسألت سوما هل فعلا هيقدر يجمع الفلوس في كام سنة، وفاجئها سوما انه كان جمعهم بالفعل عن طريق بيع شوية مجوهرات ملكية. التجار اللي اشتروها قالوا ان البلد محتاجة سيولة مش مجوهرات للتزيين وبس، وده بيبين ان البطل اللي استدعى ذكي جدا. سوما شرح ان المجوهرات دي تعتبر كنوز وطنية، لكنه اختار اللي ليها قيمة تاريخية يحافظ عليها، والباقي اللي ما فيهوش قيمة ثقافية عرضهم في المزاد. القطع اللي ليها قيمة ثقافية حطها في متحف علشان يجيب رسوم عرض، والباقي كانوا ادوات سحرية من الدرجة ب، صعب تتباع او تتعرض، وكان محتاج الفلوس بشدة لدرجة انه فكر يبيع معدات البطل نفسه. ليزا قالت له انه لازم يحتفظ ببعض الحاجات علشان المظهر، لانه في الاخر بطل. واحد من الدوقات الكبار الثلاثة اكسل فهم ان البلد لسه هادية وقرر يبعت واحد من مرؤوسيه يراقب وضع سوما. مع ان الفلوس الدعم جاهزة، سوما اختار انه يأجل تسليمها. ليزا قالت بدل ما يدوا الفلوس لدول تانية الاحسن يقووا الجيش بتاعهم. اقترحت استخدام جزء من الفلوس للمصاريف العسكرية مش بس كتعويض. سوما وافق على رأيها، لكنه شدد ان اهم حاجة دلوقتي هي معيشة المدنيين. سوما شرح ان من غير ما يحلوا مشكلة الاكل والامدادات مش هيقدروا يحصلوا على دعم الناس، لان اي بلد من غير دعم شعبي بيكون ضعيف. الناس لازم الاول يبقى معاهم اكل ولبس كويس قبل ما يقدروا يتوقعوا منهم حب البلد والانتماء ليها. بعد كده الساحر الملكي بعت حد يفحص اذا كان لسوما مواهب سحرية، والاختبار كشف ان سوما شخص مميز لانه استخدم قدراته السحرية في نسخ وعيه على اقلام ريشة حواليه. الاقلام دي لما يتحط فيها وعيه بتقوم تلقائيا بادارة الاعمال الرسمية، لكن الشغل كان لسه كتير جدا، وسوما كان مضطر يتدخل بنفسه لانه يقدر يتحكم في 3 اقلام بس، واللي بتشتغل بس لما يكون قريب في المكتب بعيد عن سوما وبقية الوزراء. ليزا عرفت ان سوما بدأ مكتب تدقيق للكشف عن الفلوس المخفية في المملكة، يعني بيكشف عن الفساد. ليزا ما فهمتش ليه سوما بياخد المخاطرة دي، لكنه شرح لها انه مع انه جمع فلوسه الخاصة الا انه عايز يحط البلد على الطريق الصح ويحتاج فلوس وناس. فجاب ليزا تساعده، اشتغلوا ساعات طويلة جدا، وسوما كان بالكاد قادر يكمل، وكل باقي الموظفين الماليين وقعوا من التعب. حتى ليزا نامت على الكنبة. سوما لمس شعرها برقة وصحاها فجأة، ولما شافت تعبه سألت لو محتاج يريح. سوما قال انه لسه خلص شغله وكان ناوي يريح، لكنه عايز يوريها حاجه. بما ان سوما مش بيعرف يركب حصان، ليزا ركبت معاه وهما بيتكلموا عن العالم القديم اللي جاي منه. ليزا كانت قلقانه اذا كان لسوما اهل او حبيبه هناك، لان استدعائه للعالم ده اكيد كان صعب عليه. سوما هز راسه وقال ان اخر قريب له مات ومفيش حد يحبه، فالرجوع مش مشكله. سوما اخد ليزا تشوف قطن وشرح لها ان الاراضي اللي بتزرع المحصول اللي مش بيتاكل ده بتسبب نقص اكل في المملكه. في العالم ده كل ما نروح شمال الجو بيبقى اسخن، والمناطق المناسبة لزراعة القطن اتاخدت عن طريق غزوات الشياطين، والمناطق التانية باردة جدا، وده خلى الناس تزرع قطن بدل الأكل، وده قلل مخزون الأكل الوطني. مع إن القطن غالي ويتباع، دول تانية بدأوا يزرعوه برضه، وده عمل زيادة في العرض. وبما إن المملكة بتعتمد على تصدير القطن، انخفاض السعر قلل قدرتهم يشتروا أكل من بره، وده زود المشاكل للفقراء. ليزا كانت مصدومة وحست بالذنب إنها عارفة القليل عن الحب. سوما طمنها وقال لها لسه مفيش فوات وقت للتعلم، ووعدها انه يوما ما هتقدر تحكم البلد كويس حتى لو هو ساب. واثناء الغداء سوما شرح لليزا خطته. اول حاجه يرجعوا زراعه المحاصيل الغذائيه، يرفعوا الضرائب على المحاصيل الاقتصاديه علشان يقللوا زراعتها، يدعموا زراعه المحاصيل الغذائيه المهمه زي فول الصويا والبطاطا الحلوه لحل نقص الاكل، ويشتروا اكل من بره بسعر غالي ويبيعوه بسعر رخيص جوه البلد، والفارق في السعر هيتعوض بالمحاصيل التصديريه التانيه. بعد كده سوما راح مع ليزا المطعم الجنود العاديين، وركز على أهمية الاقتصاد في الصرف ودوره كحاكم مؤقت يكون قدوة. الكابتن لودوين قائد فرسان ليزا رحب بيهم وسأل عن تقدم إصلاحات سوما. سوما تنهد وشرح إن الفريق اللي معاه توارث من الملك السابق ما عدا المستشار، ومعظمهم غير فعالين، واشتكى من ضعف الوزراء السابقين اللي وصلوا البلد للحالة الحالية، وأكد على حاجته لناس موهوب. سوما قرر يستخدم نظام البث الملكي اللي كان بيستعمل بس للإعلانات الرسمية الكبيرة لتوظيف المواهب على مستوى الدولة. قبل كده التوظيف كان عن طريق الترشيحات الداخلية أو الامتحانات الكتابية، وده كان بيقلل عدد المتقدمين. وفي بلد بمعدلات معرفة بالقراءة والكتابة منخفضة، النص مش بيعرفوا يقرأوا، ونسبة اللي بيعرفوا يكتبوا حوالي 30% بس، وده بيستبعد 70% من الناس من الاختيار.
سوما قال أنا بدور على الناس الموهوبة، اللي يهمني هو الموهبة نفسها، وفتح باب التقديم لأي حد عنده ميزة خاصة سواء من حيث السن أو الجنس، الشكل أو التعليم. الاختيار مش هيتعمل بنفسهم بس هيتحدد على إيد الملك نفسه. الإعلان بتاعه أثر على ناس كتير، خصوصا إنه عرض مكافآت مالية وشهادة من الملك لأي حد عنده قدرات استثنائية. كمان الترشيحات سواء كانت من نفس الشخص أو من حد يرشحه، الموصى بياخد 30% من المكافأة لو الشخص اتقبل. بالنسبة للمواهب والفنون كانت في اختبارات أولية محلية، وبعدها المندوب بيروح لسوما بنفسه. سوما جه للعالم ده ومعاه جهاز ترجمة يستخدمه هو بس، لأن كل المخلوقات هنا بتتكلم لغات البشر، يعني الموسيقى والكلام من موبايل سوما في عالمه الأصلي مش مفهوم هنا. ليزا بدأت تحس بمشاعر تجاه سوما لأنها معجبة بتجاهله للمعايير التقليدية للجنس، وبتصدق إنها ممكن ترث العرش. هي عارفة إن سوما اللي ملوش أهل في عالمه هو الموهبة اللي المملكة محتاجاها، ولو اتجوزوا ده ممكن يخليه يقعد في العالم ده، خصوصا انهم مخطوبين بشكل اسمي. لما ليزا صحيت اتبلغت انها وسوما هيتعاملوا مع مقابلات المرشحين مع بعض. من بين المتقدمين كان في راجل ضخم مش واثق من نفسه. تم اختيار 5 مواهب للمقابلات، منهم ايشا جنية سوداء من اقلية عايشة في الغابة، مسؤولين عن حماية الغابة وبيتمتعوا بقدرات قتالية قوية وإدارة ذاتية، وقليلا بيتعاملوا مع باقي المخلوقات وبيكونوا متعصبين شوية. سوما عرف عنهم من خلال قفازات تحكم عن بعد لقراءة الامور عن بعد. عايشة أفضل محاربة في المملكة سألت سوما إذا فعلا ممكن تاخد المكافأة وتحب تبدلها بحاجة تانية. قبل ما لودوين يتكلم سوما توقع ووقفه وسأل عايشة هي عايزة ايه. عايشة شرحت ان الاشجار في الغابة اللي بيحموها الجنود الصوت ضعيفة، وكان في مشكلة كبيرة ان الشجر الصغير مش بيكبر، وده كان مؤثر جامد على الناس وكانوا متضايقين جدا، وفكرت ان سوما ممكن يكون ليه حل. سوما سألهم اذا كانوا جربوا طريقة التخفيف، يعني بيقص كل فترة الاشجار القديمة علشان ما تمنعش ضوء الشمس اللي الشجر الصغير محتاجه. من غير التخفيف هيفضل بس الشجر القديم، والغابة هتبقى معرضة للعاصف وتآكل التربة، وممكن يحصل انهيارات أرضية. اللي شد اهتمام سوما إن عايشة اتعجبت بمعرفته وقالت إنها تبقى سلاحه، وحتى لو محتاج تبقى محظوظة معاه، وسألته يعلمهم طريقة التخفيف فورا. بعدها ظهر الشخص التاني الموهوب جونا، وكانت جمالها ملفت للنظر لدرجة إن سوما تلهى شوية، لحد ما ليسا كحت. الممثل الرسمي لاحظ موهبة جونا في الغناء وجمالها الخارق، واعتبرها أفضل مطربة في زمانهم، وكان عندها جذور نسبية مع حوريات البحر. أثناء البث الوطني لاختيار المواهب، سوما اقترح على جونا إنها تغني أغنية تحفيزية. جونا قالت إن أسلافها كانوا بيغنوا أغاني حزينة وقدروا يقلدوا أي أغنية يسمعوها مرة واحدة. سوما شغل لها أغنية عن طريق سماعة بلوتوث، وليزا رفعت حاجبها من الدهشة. جونا قدرت تقلد الأغنية بالظبط حتى لو كانت أغنية من الأنمي سلايرز، وغناؤها النقي أبهر الكل. هي كمان عبرت عن رغبتها تتعلم أغاني من عوالم تانية. من ناحية تانية، تجار المعلومات في الدقية كانوا بيجمعوا أخبار عن المملكة، وكانوا مستائين من توقعات الناس الموهوبة تجاه الملك، وفكروا ازاي يخدموا. مثلا هاكويا والفريق شافوا ان عايشة وجونا موهوبتين، لكن التحدي الحقيقي لسوما كان إذا عرف يميز موهبة واحد تاني، وهو راجل وزنه زيادة. الممثل الرسمي قدم الراجل ده باسم بونشو، واللي موهبته في الأكل. الراجل ده جرب كل الأكلات من أماكن مختلفة، وبيقول انه أكل كل حاجة صالحة للأكل في العالم. سوما اتحمس جدا ومسك ايده وقال انه بالظبط الموهبة اللي كان مستنيها. بونشو اتفاجئ جدا لان الناس دايما كانوا بينتقدوه وبيقولوا عنه انه راجل كسول وبيضيع الاكل، لكن سوما شاف خبرته في الاكل قيمة وممكن تفيد المملكة. بونشو اتأثر جدا وقعد يخدم سوما باخلاص. سوما حتى اداله لقب يمثل الاكل بسبب شغفه وطريقته المعتمدة على الجدارة من غير ما يهتم بالمظهر او المكانة، وده جذب ناس موهوبة اكتر للمملكة. بونشو كان رشح نفسه بنفسه، بينما الاثنين التانيين اترشحوا عن طريق ناس تانية زي هاكويا اللي رشحه عمه. عم هاكويا قال ان ابن اخوه بيقرأ كتب كتير ولازم يخدم الدولة. في الاول هاكويا كان عايز يشتغل مكتبي علشان يقرأ يوميا، لكن بعد ما شاف سوما عرف قيمة بونشو، قرر يغير رأيه ويبدأ يدعم سوما في طموحاته، وكان واضح انه عايز يبقى مستشار عسكري. سوما سأل هاكويا بهدوء عن ثقته ومعرفته، وهاكويا أكد انه عنده موهبة، وسأل سوما اذا كان اختار بونشو علشان يعرف ايه اللي المملكة محتاجاه اكتر. سوما ابتسم ووافق، لكن كان لسه مستغرب اذا هاكويا هيقدر يحقق توقعاته بعد الاختيار. سوما دعا لغرفته علشان يقيم قدراته اكتر، وكان حاسس بحاجة غريبة في كلامهم. اخر شخص موهوب ظهر تومو، بنت وحشية شعرها ابيض بتقدر تتكلم مع الحيوانات، وده شد انتباه سوما. افتكر ان الارواح الذئبية مش موجودة في المملكة، فافترض انها ممكن تكون لاجئة. تومو قدرت بسهولة تتواصل مع أي حيوان،
وسوما فكر ازاي يستفيد من موهبتها، هي كانت خجولة، ولما همست له بسر سوما اتصدم. العالم ده متقسم بين البشر والحيوانات، البشر فيهم اعراق كتير لكن اي حد شكله بشري يعتبر عند سوما انسان. باقي الحيوانات مهما كان شكلها غريب او اكلها غريب تتصنف كحيوانات، والمخلوقات الكبيرة زي التنانين في تصنيف مختلف. سوما ناوي يشمل كل الكائنات دي في النظام البيئي، اما الوحوش فاعتبرها لازم تكون في نظام بيئي مختلف. بعد ما عرف سر تومو، سوما سألها اذا قالت لحد تاني وقالت له انه بس امها تعرف. سوما حاول يخفي ده وصدر اعلان انتهاء اختيار المواهب، وامتدح قدرات تومو وقال ان ترتيب امورها هيتحدد بعد توزيع الجوائز، وطلب من الكل يمشي ووداها لغرفته. سوما سأل ليسا اذا كانت سمعت كلامه مع تومو، قالت له مش واضح وغالبا مش اتبث على المستوى الوطني. الموهبة العامة لتومو هي التواصل مع الحيوانات، لكن قدراتها اكبر من كده، حتى تقدر تتكلم مع الشياطين. في الماضي الناس كانوا مفكرين ان الشياطين اذكى من الحيوانات بس مش بيعرفوا يستخدموا السحر والاسلحة زي البشر. تومو اكتشفت ده بالصدفة لما قابلت شيطان وهي بتجمع اعشاب، ولما صرخت طلبا للمساعدة اكتشفت انها فاهمة لغة الشيطان، والشيطان نصحها تهرب علشان تتجنب هجمات الشياطين التانية. سوما خمن ان الشياطين اللي ساعدوا تومو نادرين، لكن لو اتعمل وسيلة للتواصل مع الشياطين ممكن الدنيا كلها تتغير. في الماضي البشر كانوا متحدين ضد الشياطين بسبب عدم التواصل، لكن لو في وسيلة ممكن يكون في مغامرين يتحالفوا مع الشياطين. سوما لسه بيحاول يفهم العالم ده، لكنه عارف من الارض ان الدول دايما فيها صراعات بينها زي المملكة دي والضوء اللي جنبهم واللي كانوا قبل كده بيتخانقوا اتحالفوا ضد الشياطين تحت تحالف الامبراطورية. سوما وهو شوية متوتر مسك ايد ليزا وقال ان الكلام اللي قاله قبل كده كان اسوأ سيناريو ممكن يحصل، لكنه ما استبعدش احتمال ان في ناس تحاول تتحالف مع الشياطين، علشان كده لازم كل التواصل معاهم يكون سري، وكمان لازم يحافظوا على تومو لان وجودها دلوقتي اهم، لانها الوحيدة اللي معروفة انها بتقدر تتكلم مع الشياطين بشكل مباشر. لو حاطين حراس كتير ممكن ده يخلي الناس اللي عندها نوايا خفية تعرف سر تومو، فالمستشار اقترح انهم يعتمدوا تومو كابنة ليهم، بس بما ان سوما وليزا لسه مش متجوزين والفرح لسه سنة، المستشار فكر في فكرة مثيرة للجدل، وهي ان تومو تبقى جارية علشان يضمنوا حمايتها. ليزا بصت على سوما ولاحظت ان تومو عندها 10 سنين بس، وفي السن ده الفكرة تعتبر شوية مخالفة للقانون. لحسن الحظ سوما فكر بسرعة وقال ان الملك والملكة السابقين هما اللي يتبنوا تومو. ليزا كانت فرحانة لانها دايما كانت نفسها يكون عندها اخت صغيرة، بس تومو نفسها ما وافقتش لانها عندها ام واخ يعتنوا بيها. سوما شرح لتومو ان التبني ده بس علشان حمايتها، ولو بقت قريبة منه امها واخوها يعتبروا كمان من العيلة وهيجوا القصر علشان يهتموا بيهم. الخبر عن التبني هيتعلن بعدين عشان ما يثيرش شكوك، لكن الاجراءات الامنيه لازم تتنفذ فورا، وتومو هتفضل دلوقتي جوه القصر. تومو هتكون مسؤول عن خيول سوما، وبما انه اكتسب مهارة نسخ وعيه سوما قدر يرتاح شوية، وكان بيتسلل لغرفة ليزا علشان يخيط دوما لانه مش مناسب انه يكسل في المكتب قدام الناس. ليزا كانت بتضحك وقالت ان ابوها لازم يسيب اوضة الملك، لكن من ناحية شغل وكفاءة سوما لقى انه مريح انه ينام في المكتب. من ساعة ما قرروا يتبنوا تومو ليزا حبتها جدا، وكمان اهلها كانوا بيحبوا الطفلة. لما جارية جابت شاي وشافتهم قاعدين بيتكلموا بحماس ابتسمت وقفلت الباب تاني. الجارية كمان جت تقول لسوما ان بونشو رجع. سوما وليزا جريوا للقاعة الرئيسية. بونشو استخدم التنين الملكي وجاب كل اللي سوما محتاجه من كل انحاء الدولة بسرعة. ليزا لاحظت ان الشنط اللي فيها الحاجات كانت شنط التخزين للابطال، ودي كنز وطني. سوما قال ان المهم هو المحتويات، وكلف جونا انها تقدم الاكل اللي جابوه عبر البث المباشر وتحويله لموك بانغ. وفي الوقت ده سوما اعلن بصفته الوصي عن نقص الاكل في الدولة، واعتذر بالنيابة عن الملكية، وقال انهم بدأوا يروجوا لزراعة الاكل، واعتقد ان مشكلة نقص الاكل هتتحل، واستغل الفرصة يعلم الناس طرق تحضير الاكل ويوريهم النباتات الصالحة للاكل. اول حاجة بونشو جابها كانت اخطبوط ملتوي. في البداية ليزا والناس اتضايقوا، بس جونا قالت ان الاكل ده شائع عند البحر. سوما بنفسه قال شرائح الاخطبوط، والريحة وهي بتتقلي كانت مغرية جدا. ليزا بعد ما اتغلبت على خوفها جربت قطعة ولقت طعمها لذيذ جدا، وشافت الناس اللي عايشين على الساحل جربوا هم كمان. الاكلة التانية كانت البطاطا المسماة بيروش او اليام. عايشة شافت النبات ده في الغابة، وسوما قال شرائح البطاطا بالملح، وكانت مقرمشة وجاية بطعم حلو ومالح. عايشة خدت قطمة كبيرة، واخواتها وهم بيتفرجوا على البث المباشر قالوا انها عايشة حظها. بعد كده قدموا الجندب المطبوخ. ليزا وعايشة كانوا مترددين في البداية، لكن تومو بدأت تاكله وقالت ان الجندب المطبوخ بصلصة الصويا مشهور في قبيلتها. سوما اكتشف ان الصلصة كانت صويا وميسو، وجرب الجندب ولقاه طعمه زي البيت. لما قدموا أكلة جديدة، ليزا اللي كانت شايفة أكل الحشرات أسوأ حاجة اتفاجئت وشردت بعينيها.
الأكلة كانت سليمة من عالم تاني. لما قطعت بتتقسم لنوعين والناس عادة بيتجاهلوها وما بيعتبروهاش أكل. بونشو طبخها بنفسه. السليمة كانت ميتة ومتنضفة. ليزا قالت إنها ليها غشاء على السطح بيتحول لسائل لما يتقطع، فما فيش جثة. بونشو شارك إن اتعلموا التقنية دي من قبيلة في الغرب، وبيستخدموا أداة طرية علشان يضغطوا على قلب السليمة من غير ما يدمروا الغشاء الخارجي. بعد ساعتين بتتجمد شوية ومستعدة للطبخ، وبعدين بيقطعوها لشرايح ويعملوا منها نودلز. سوما قال ان الشكل النهائي شبه نودلز اودون، رغم ان المكونات وطريقة التحضير مختلفة خالص. لما سوما اكل حاجة شبه كده قبل كده، ليزا قررت تخليه يجرب الاول. سوما قفل عينيه واكل ولقت الطعم حلو جدا، اكتر شبه نودلز الكودو من الطعم السمكي المتوقع. عايشة ما قدرتش تقاوم كمان وبدأت تاكل. الناس اللي بيتفرجوا على البث استمتعوا وشافوا الفريق مرتاح ومبسوط. بعد مشاركة الاكلات البث قرب ينتهي. سوما وفريقه قالوا انه هيعملوا بث تاني على حسب تفاعل الجمهور، والمفاجأة ان التفاعل كان حماسي جدا. وبعد اسبوع سوما كان بيفكر بالفعل في ايه هيقدمه في البث الجاي. في اللحظة دي جارية دقت الباب، وفي اللحظة دي جه واحد بيقول ان المستشار عايز يقابل سوما. لما سوما شاف المستشار وكان معاه هاكويا، عبر عن رغبته انه يمشي على خط الملك السابق ويستقيل ويدي المنصب لهاكويا، وقال ان مواهبه وحكمته اقل بكتير، وبيقول ان هاكويا هيقدر يساعد سوما احسن. سوما وافق على استقالة المستشار، لكن قال ان الخبر ده هيتعلن بعدين. المستشار ارتاح لما شاف موافقة سوما، كان مخطط يتقاعد وياخد معاش ويشتري بيت في بلده. لكن لما شاف جدية سوما، المستشار السابق ماركس عرض بسرعة انه يلاقي وظيفة تانية ويكمل يساعد سوما في الأوقات الحرجة دي. سوما كان مبسوط انه معاه مستشار حكيم زي ماركس، وماركس مبتسم وما كانش متوقع انه هيستمر معاه كده. الحقيقة سوما كان عنده سبب انه ما يخليش ماركس يمشي، لانه كان عارف عن المناقشات مع الشياطين وعن تومو. ماركس بصفته مستشار مخلص للملك السابق كان يعتبر موثوق فيه، عشان كده سوما خلى ماركس مستشار عنده. اول حاجة عملها هاكويا كمستشار انه اخد عبء شغل سوما ليوم واحد، علشان القائد لما ما يتركش الموظفين يرتاحوا محدش يقدر يرتاح. هاكويا استلم شغل سوما في اليوم ده وخلى سوما ياخد راحة. الراحة دي ما كانتش بس للراحة، لكن كمان علشان يوري الموظفين ان سوما فعلا بياخد استراحة، وكمان بطريقة خفية بيشجع سوما وليزا يخرجوا سوا. سوما ما كانش معترض، بس كان قلقان على جانب الامان، فهاكويا اقترح ان عايشة تروح معاهم. سوما ضحك وقال هل معقول نجيب بنت تانية في اول ميعاد؟ ماركس اللي واقف جنبهم حس بالغيرة من قدرة سوما انه دايما حواليه بنات. سوما تنهد وبدأ يدور على ليا وعايشة، ولقاهم بيتخانقوا بشكل عنيف كأنهم هيهدموا القصر، وظهر ان في العالم ده سوما هو اللي محتاج حماية مش هما الاتنين. ليزا كانت مبسوطة شوية لما عرفت ان سوما هياخدها في ميعاد، وعايشة اقترحت يروحوا الغابة، لكن سوما قال انها بعيدة جدا لرحلة يوم واحد. مع ان عايشة اتعلمت موضوع التخفيف في الغابة، لسه في ناس عنيدة مؤمنة ان اللي بيحمي الغابة ما ينفعش يقطع الاشجار. سوما تنهد وقال كل عالم في ناس متعجرفة وعنيدة، قال انه هيزور الغابة لما يلاقي وقت. عايشة قالت انها مستعدة تضحي بكل حاجة علشان سوما، وهو طلب منها تساعده كحارسة. ليزا كانت قاعدة بتتضايق من الغيرة جنبهم. بعدها سوما، ليزا وعايشة لبسوا زي الزي العسكري بتاع المدرسة علشان يتنكروا كطلاب عاديين وطلعوا يتمشوا في الشوارع. سوما اكتشف متأخر ان في العالم ده زي الغرب الاسماء والكيمياء معكوسين، لكن الوقت كان فات لتغييره، وده ساعده يتنكر بسهولة. مجموعة تمشوا في الشوارع، وعايشة لاحظت انها جعانة فقرروا ياكلوا في حانة شغال فيها جونا. بعد ما تنكروا كويس، جونا لعب مع القصة بتاعت سوما بشكل ذكي. الحانة كانت فيها نودلز سلايم اللي سوما اكلها قبل كده في بث مباشر. بسبب ازمة الاكل اللي ما اتحلتش، ناس كتير بقت فضولية بعد البث. سلايم كان رخيص ومتوفر، وده خفف الضغط المالي على الناس. واثناء الاكل عايشة كانت بتاكل بتهور، واللي حواليها هزروا معاها وقالوا انها مش انيقة. عايشة حست انها قدمت كل حاجة لسوما، وتساءلت اذا كانت صورتها العفوية السبب انه ما دعاهاش لحاجة اعمق. وسوما طمنها وقال ده مش السبب، هو اصلا مخطوب. جونا والباقيين اندهشوا لما عرفوا ان في العالم ده تعدد الزوجات مسموح، خصوصا لضمان وجود ورثة في العائلات الكبيرة. ملك والملكة السابقين كانوا استثناء، والملكة كانت الوريث الحقيقي. جابت الملك للعيلة عن طريق الزواج وسلمته السلطة الملكية، والملكة احتراما للملكة ما اخدش جواري. ليسا مع انها شايفة ان حالة سوما مختلفة عن حالة ابوها، ما كانتش ضد انه يكون عنده حريم، لكن قالت انها تزعل وممكن تقبل لحد 8 اشخاص فقط بما فيها هي، لان في اليوم ده في الاسبوع في العالم ده. سوما ضحك وقال يوم واحد في اليوم ده كتير عليه، وفي نفس الوقت في ترابيزه قريبه فيها وحوش شكلهم بيتخانقوا. في البدايه سوما افتكر انهم من قبيله الذئاب زي تومو، لكن عايشه لاحظت من ديلهم انها من قبيله الثعالب. الخطأ في التعرف على القبائل ممكن يزعلهم. عايشة لاحظت هالبرت الأحمر بيتخانق مع بنت ثعلب اسمها قايد. هالبرت ابن كبير نبيل معروف بشجاعته في المدرسة العسكرية، وممكن دلوقتي يكون في الجيش.
زبونة دايمة وعضوة في الحرس الإمبراطوري نصحته ما يروحش عند الدوق كارمان لأن الدوق في خلاف مع الملك وده ممكن يجيب حرب. هالبرت مع ذلك شاف الحرب فرصة للتقدم وأصر إنه ينضم للكارمان. قايد قالت له الحرب مش سهلة وذكرت إن أبوه رجعوه للعاصمة علشان يتجنب الصراع، وهو شايف أبوه جبان إنه انسحب من الدوق بعد سنين خوف من صراع السلطة مع الملك الجديد. قايد أوضحت إن الدوق كارميان ما عندوش أي أرضية أخلاقية لأنه تجاهل استدعاء الملك، وكان سوما قلقان من إن المشاكل الداخلية اللي شغالة دلوقتي ممكن تهدد المملكة، خصوصا إن الدول اللي حوالينهم عايزة تستغل الأراضي الخصبة بتاعة المملكة وتسيطر عليها لو حصلت حرب أهلية. سوما فكر في كل الدول اللي حواليهم، وهاكويا كان خبرة عن التحالفات، تحالف الدول الشرقية، دوش أمونيا في الغرب، جمهورية توروس في الجنوب الغربي، اتحاد الجزر البعيد، ودولة المرتزقة القريبة منهم، وكلهم مش ودودين مع إلف فريدن. في 4 دول محايدة وواحدة عدائية، وده فعلا حط المملكة في موقف صعب. الوقت ده كان عصر فوضى وملك الشياطين كان موسع أراضيه والمشاكل الداخلية حاجة طبيعية، والدول اللي حوالينه ما تستغل أي مشاكل داخل المملكة علشان تكبر أراضيها. الدوق مرة بعت رسالة للمملكة عارض فيها الدعم العسكري لقمع ال3 دوقات، بس ممكن يكون ال3 دوقات برضه استلموا رسائل مشابهة، وده يمكن يخلي عندهم رغبة في الاتحاد ضد الملك اللي شايفينه مجرد دمية. واضح ان الموضوع ده معمول علشان يعمل فتنة بين سوما وال3 دوقات، وده بيسمح للدول اللي حواليهم توسع أراضيها خلال الأزمة الداخلية. مثير للدهشة هو تصرف الدوق كارمن اللي كونه محارب قديم كان المفروض يفهم الحيل دي، لكنه باين عليه انه معارض للمملكة رغم أزمة الحدود. قايد شايفة ان هالبرت ما ينفعش يتبع كارمن بدون تفكير. هالبرت قال ان كتير من النبلاء اللي مع كارمن انضموا له علشان اتكشفوا في أنشطة غير قانونية واتصدرت ممتلكاتهم، وبكده بقوا بيكرهوا الملك. كارميان بحماية المجرمين دول خسروا بالفعل أي سلطة إخلاقية. قايدي مش عايزة هالبرت يدخل في خطر، بس هالبرت شايف إن سوما مستحيل يهزم الدوق المحارب كارمن. قايدي قالت له إنه متكبر وعارفة قد إيه سوما قوي وذكي، خصوصا بعد صعوده للسلطة واستراتيجيته الواضحة. وفجأة ظهر سوما جنبهم. قايدي كانت فاكرة إن سوما جه علشان هالبرت قال كلام متهور فاستعطفت وطلبت الرحمة. سوما وضح لها ان الموضوع مش كده. هالبرت ما تعرفش سوما وقتها، بس عايشة امسكته بعد ما صرخ على قايدي. لو سوما ما اتدخلش جونا كان هيبدأ يتحرك، بس لما سوما كشف عن هويته هالبرت اتعرف عليه واتغيرت تصرفاته. سوما قال ان الملك ممكن يختار خدامه، لكن الخدام كمان يقدروا يختاروا سيدهم، وهو مش هيمنع هالبرت من اتباع الدوقات، بس ذكروا ان لو حصلت خناقه مع الدوقات قايدي كعضو في الحرس الامبراطوري هيقف ضده. هالبرت ما كانش واخد باله من ده وما كانش عايز يواجه قايدي. سوما عرض عليه واقعيات الحرب علشان يخليه يفكر كويس في طموحاته. بعد ما خلصوا الموضوع مع اصحاب الطفوله سوما ومجموعه ارتاحوا على العشب، وليزا حتى خلت سوما يرقد على حضنها. وليزا فجاه سالت سوما اذا ما كانش عايزه يكون خاطبها، مشيرة انه ممكن يقرر يتنازل عن الملكية. سوما لقى السؤال صعب وسألها اذا هي بتحبه كخطيب. ليزا قالت انها مش عندها مانع. سوما قال ان الملكية بتناسبه اكتر منها، لكن الاهم هل ليزا ممكن تقبل بخطوبة من حد مش بتحبه؟ وليزا قالت ده جزء من حياة الملوك، بس سوما قال ان هو يفضل الحب بالاختيار، وسألها اذا فاكرة انهم مش هيقدروا يقعوا في الحب بحرية. المحادثة انتهت بمناقشة لطيفة مع عائشة اللي ضحكت وقالت هتعمل نفسها نايمة قدامهم لحد امتى. بعد ما رجعت قدرات التحكم لسوما تحسنت تاني، ودلوقتي يقدر يتحكم في 4 حاجات. واحدة من الخادمات جت تبلغ ان والد هالبرت وصل مع طفلين وعايز يقابل سوما. شاف هالبرت مجروح جامد، سوما فهم ايه اللي حصل. والد هالبرت بعد ما عرف من قايدي ان ابنه كان هيهدد العيلة ضربه جامد قبل ما يروح يعتذر لسوما. سوما ما ركزش في الموضوع اكتر لان هالبرت كان اتضرب كفاية، ونصح والد هالبرت ما يضربوش في وشه تاني علشان ما يزعلش قايدي. سوما مدح موهبة قايدي وقرر يرقيها للحرس الامبراطوري كاستراتيجية لانها فاهمة العلاقات الكبيرة والصغيرة كويس. كمان نقل هالبرت من الجيش للحرس الامبراطوري علشان يبقى مساعد لقايد، وده قربهم من بعض. والد هالبرت كان عنده موضوع سري جدا يدعمه لسوما، فسوما اتقابل مع الجنرال لوحده. في نفس الوقت الخادمة قالت ان ليزا ممكن تتعلم شوية نصايح عن الحب من قايد. الجنرال كشف لسوما السر خطير وخلاه يحس بتقل الاخبار في العالم ده. في 6 انواع سحر: العناصر الاساسية المائية، النارية، الترابية، والهوائية، والعناصر النادرة، الضوء والظلام. السحر الضوئي غالبا بيستخدم للشفاء، والظلام اقل شيوعا وغالبا بيعتبر غير عادي. مستخدمي السحر اللي يقدروا يقووا الاسلحة بهجمات سحرية معروفين باسم فرسان السحر. النار للجيش، والمياه للبحرية، والهواء للقوات الجوية، والتراب يمثل الدفاع للحرس الامبراطوري. اما المعالجين من عنصر الضوء فمتوزعين على كل الفروع العسكرية. سوما لقى عنصر التراب مفيد جدا للهندسة المدنية،
وبدأ بنفسه يشرف على البناء. قدراته على التحكم بالسحر من عنصر الظلام خلت عنده أفكار جديدة. مؤخرا تحكم في دمية وبعتها مع فريق مغامرات، والدمية بقت مشهورة في الأوساط دي. الفريق كان محتار في البداية لأنها كانت مجرد دمية، لكن الدمية أثبتت كفاءة عالية في القتال وقضت على الوحوش الصغيرة بسهولة. بس لما واجهوا سحلية نارية ضخمة في الأنفاق، السحر بتاعهم من عنصر النار ما قدرش يضرها. قائد الفريق قرر يهرب، خصوصا ان لعاب السحلية سام. اثناء الهروب الدمية وقعت بالغلط، والبنت في الفريق رجعت فورا تساعده. ولما لعاب السحلية وقع على الدمية وقف على البنت يحميها من اي اذى، وبعدها شالها بسرعة. وبعد ما الهروب حصل كان واضح ان البنت اتأثرت شوية بافعاله. الحقيقة ان سوما ما كانش عايز يخلي العروسة تقع. الموضوع كله حصل لان الاتصال اتقطع بسبب البعد. البنت دي اسمها يونو، ولفتت نظر واحدة من الساحرات اللي كانت حواليها، وافتكرت ان يونو يمكن تكون حبت العروسة دي. الرجالة التانيين في الفريق كانوا مصدومين جدا، اصلا هي مجرد عروسة مش اكتر. في المساء سوما راح نظف العروسة في الحمام، والحمد لله انه كان مجهزها بمعدات مقاومة للاحماض قبل كده. ليزا جت وشافت العروسة وعرفت انها المغامرة اللي الكل كان بيتكلم عنها في المدينة، واتضح انها في حقيقة سوما نفسه. هو قال انه كان عايز يستكشف الممرات الجوفية بس ما قدرش يروح بنفسه، فبعت العروسة بدلا منه. هو قال كده الموضوع ممتع جدا فعليا. بعد كده سوما اتقابل مع الوزراء بتوعه اللي كانوا بيشتغلوا لدرجة الإرهاق، وهو مدحهم على مجهودهم الكبير في المشاريع اللي فادت الشعب. في الآخر جمعوا فلوس كفاية علشان يبنوا ميناء ضخم قريب. الميناء ده هيكون مسؤول عن القنوات وهيضمن سير اللوجستيات بشكل سلس، هيقلل تكاليف الشحن وهيمنع الإنتاج الزايد، وده هيخلي أسعار السلع المكلفة تقل. طبعا الدولة كانت ناقصة أكل في الوقت الحالي، بالرغم من محاولتهم تحويل أراضي الكوتن لمحاصيل حبوب. الإمداد المحلي لسه مش كفاية. أفضل حل عاجل كان تحسين اللوجستيات وشراء حبوب بأسعار منخفضة من الدول اللي عندها فائض علشان يخففوا الأزمة الغذائية المحلية. ثم أكد على مقولته علشان تبقى غني اعمل طرق. ثم مدح الوزراء على إسهاماتهم الكبيرة للبلد وللناس، وكلماته كانت زي الشوربة دافية ليهم، رغم إنه كان بيستخدم تعابير مجازية لأنه ما بخلش عليهم بالجوائز، وادالهم 5 أيام عطلة ورا بعض بدل ما يديلهم مكافآت النقدية اللي كانت صعبة بسبب الميزانية الضيقة. ثم نفسه كمان دخل فترة راحة. قبل كده كان بيشتغل زيادة ساعات طويلة باستخدام نسخ متعددة من وعيه علشان ينظم الميزانية كله مرة واحدة. ليزا كانت قلقانة على صحته، لكنه طمنها وقال ان كل حاجة تمام، وانه دايما يقدر يستدعي بطل تاني لو احتاج. هو كان قلقان اكتر على تقدم مشروع بناء الميناء. لما شافت ليزا سوما نايم من الارهاق همست له ان رغم امكانية استدعاء ابطال تانيين مفيش حد زي سوما، وهي اللي عايزاه. لما سوما وصل لموقع البناء استغرب من المكان الممتاز اللي كان مناسب من زمان علشان يبقى مينا. اتسأل ليه ما حدش استولى على المنطقة قبل كده. لما وصل لودوين اللي كان مشرف على المشروع شرح له ان في قرية محلية معارضة لبناء مدينة المينا. القادة اللي اغلبهم كبار في السن قالوا ان الارض دي ملك لزعيم البحر واي بناء هيغضبه. ثم قرر يزور القرية بعد ما سمع ان ممكن يظهر وحش من البحر وياكل اي بيت يتبني هناك. الشيوخ كانوا عدائيين تجاه لودوين، بس كانوا متوترين شوية حوالين سوما. أصروا إن المنطقة أسطورية لزعيم البحر، وده كان بيخلي القرى التانية بعيدة عن الاستقرار في المنطقة. سوما خلى الشيوخ يرسموا خريطة للمنطقة، ومع إنه سمع أسطورة زعيم البحر إلا إنه شك إن القصص اللي استمرت لفترة طويلة ممكن تكون تحذيرات من كوارث طبيعية، ممكن تكون تسونامي. مع ذلك لودوين عمره ما سمع عن تسونامي في المنطقة. سوما افترض إن دورة التسونامي ممكن تكون طويلة جدا، يمكن 100 سنة أو حتى 1000 سنة. عشان يوضح أكتر سوما سأل عن الحدود الدقيقة لمجال زعيم البحر، واللي بالمصادفة كانت متداخلة مع مكان الميناء المخطط له. وقتها لودوين سأله إذا كان سوما عايز ينقل موقع الميناء، بس سوما أصر إن الخطط تكمل، وشرح لهم إن بناء المدينة الجديدة على مدخل النهر كان أفضل مكان، لكن بسبب احتمال حدوث تسونامي ضخم قرر يحرك المكان شوية. لودوين شاف إن الموضوع مبالغ فيه ومفيش داعي يستعدوا للتسونامي يحصل كل 1000 سنة، لكن سوما قال له مفيش حد يقدر يتوقع إمتى التسونامي الجاي هيجي، فخطط يبني مدينة جديدة بحيث تكون جاهزة للكوارث. متوقع ان الزلازل هتسبق التسونامي حسب الاساطير. سوما اقترح يبني المدينة الجديدة مع الاخذ في الاعتبار الزلازل والتسونامي، ويركز على تقوية الساحل، وكمان يوعي السكان باهمية الانتقال لاراضي اعلى لو حصل زلزال. قبل ما يبداوا في البناء خطط يرفع الارض شوي، وده يحتاج تعديلات بسيطة في خطط المباني. ليزا قررت تدعم سوما بالكامل في طريقته الاستباقية. كمان سوما اكتشف ان الحرس الملكي عنده سفينة حربية على الرغم من ان القارة لسه مش صناعية، واتصدم من ازاي السفينة
السفينة دي اتعملت، ورغم ان المستوى الصناعي كان على مستوى الثورة الصناعية إلا إن بناء السفينة كان ممكن. السفينة كانت شغالة بواسطة تنين بحر اتقبض عليه، ومع إن العالم ده فيه بارود لأن الأسلحة النارية لسه ما اتطورتش، لأن الهجمات السحرية كانت محلها، لكن المدافع اتعملت لأن هجمات المياه السحرية كانت بتضعف الأسطح، وده كان محتاج مدافع لزيادة القوة الهجومية. بالتالي سوما بدأ يحضر لتطوير الهندسة المدنية في العالم ده، لأنه بناء البنية التحتية مش مهمة سهلة. بالإضافة للحرس الملكي، سوما كمان جاب ناس عاطلين عن العمل من العاصمة يشتغلوا في بناء الطرق، وبكده كمان وفر لهم شغل. كمان قدم أكلات جديدة وضمن توصيل الأكل من القرى القريب علشان يدعم اللوجستيات للحرس الملكي والشعب المحلي. كايدي كان معجب برؤية سوما الاستراتيجية، وقال إن فكرة الطريق السريع ساعدت فورا على تحسين حركة البضائع في القرية اللي على الطريق. وفي الوقت ده سوما راح يشوف عملية بناء الطريق بنفسه. ليزا لما شافت العملية لأول مرة لاحظت إنها كانت بتعتمد على خلط بودرة الجير مع الرماد البركاني، واللي بعد ما ينشف يبقى جامد جدا لدرجة إن حتى العربيات اللي بيجرها ثيران عملاقة تقدر تمشي عليه من غير ما تسبب أي ضرر بسبب مرونة المواد المستخدمة. الصيغة دي كانت خلطة خرسانة قديمة من الأرض. كمان سوما خلى الحرس الملكي يركبوا أعمدة إنارة على الطريق مليانة طحالب مضيئة بتنور بالليل، وكمان زرعوا أشجار طاردة للشياطين على الطريق. الأشجار دي كانت بتطلع ريحة بتبعد المخلوقات السحرية. في قرية أيشا الأشجار دي اتزرعت علشان تمنع هجمات الوحوش، وبالنسبة للزرع الكتير سوما قرر يزرعها على فترات علشان الحياة البرية تقدر تعبر وتهاجر موسميا من غير مشاكل، وده حل مشكلة حديثة في الإدارة تمنع دخول الحيوانات للقرى وتسبب فوضى. كايدي فكر ان سوما عبقري جدا، وفي اللحظة دي جالهم رسالة عن طريق طائر حمال لايشا من باباها بيبلغها عن انهيار أرض ضخم في الغابة بعد الأمطار الغزيرة، وعدد كبير من القرى اختفوا. وعايشة اتأثرت جدا بالخبر. سوما على طول حشد الحرس الملكي المحلي للإنقاذ، وخلى فيشيا تحضر الجنود من العاصمة، وأمر هالبرت يجهز ويبعت الإمدادات للغابة. المسافات كانت كبيرة، الحصان السريع ياخد نص يوم والمشي العادي ياخد يومين، يعني نافذة الإنقاذ الذهبية لمدتها 72 ساعة مش كفاية. سوما ما كانش عارف يسرع الحركة لحد ما لاحظ العربيات اللي بيجرها الثيران السحرية القريبة. الثيران السحرية كانت سريعة جدا، فسوما والحرس الملكي اللي معاه وصلوا الغابة الأول، ومن غير أي بروتوكولات بدأوا على طول عمليات الإنقاذ. وسوما بلغ قائد الفريق إن في جنود تانيين ومعاهم مؤن هيوصلوا بعد كام يوم، وبعدها قيموا الوضع. وكان الانهيار الارضي سبب اصابات كتير لحد دلوقتي، ومعروف ان في اكتر من 40 شخص لسه مفقودين. سوما قال لهم يسجلوا اسماء القرويين ويكتبوا مين المفقودين قبل ما يخلوا الناس يهربوا من المنطقه علشان ما يحصلش انهيار تاني اثناء عمليات الانقاذ. سوما وسمعوا الحاد لاحظ اصوات تحت الارض قبل ما هالبرت حتى ينتبه. بسرعه قاد سوما الفريق وطلع طفل من بين الركام، وكان مجهز دمية فار صغيره من قبل علشان يقدر يتحكم فيها وينقل وعيه ويستعملها يدور على الناجين في الشكوك. للأسف كمان لقوا جثث بعض اللي ماتوا، وبمساعدة سوما تحدد مكان كل المفقودين حتى اللي ماتوا. سوما كان باين عليه القلق من اللي حصل. عايشة قالت له ان ليزا وصلت بالدفعة التانية من الجنود. عم عايشة كان في حالة حزن شديد على اللي مرجعش، وسوما قال ان عمليات الانقاذ لسه في اولها، ويركز على اهمية اعادة البناء بعد الكارثة واعادة توطين الناس. ابو عايشة كشف ان زوج اخته مات في الكارثة، وابن اخته بيكافح علشان يعيش، ومفيش حد يقدر يغضب في الموقف ده. كله كان قلقان على اللي حصل. لاحقا عايشة قالت لسوما ان عمها دايما كان ضد تقليم الغابة ورفض قطع اي شجر، وان التقليم المنتظم ممكن يكون ساعد على تثبيت الارض، لكن مش مؤكد انه كان يمنع الانهيار بالكامل، يمكن كان يقلل احتمال حدوثه بس. الحقيقة المرة ان ده كان حظ وحشي. حماية الغابة مش بس عن الشجر، الناس احيانا بتدمر الغابات لمصلحتها، واحيانا بتحميها علشان ما يضرهاش حاجة، يعني كله مصلحة شخصية. كان ممكن كمان يراقبوا المنطقة بدري ويكتشفوا اصوات الانهيار الارضي ويخلوا الناس يهربوا قبل ما يصيبهم اي اذى. الطبيعة مش محتاجة حماية مطلقة من الانسان، الهدف هو التوازن بين الطبيعة والبشر. بعد رحلة طويلة وتعب شديد سوما حس انه ما عملش كفاية كملك، كان لازم يكون موجود على الارض فورا وما يكتفيش برد الفعل بعد ما الحدث يحصل. كان لازم يكون مجهز فرق اسعاف وطرق انقاذ من قبل. الفترة الاخيرة كان مشغول بتأمين الاكل وموازنة القوى بين الضوقات الثلاثة، وده خلاه يهمل شؤون المدنيين المهمة. لما ليزا قالت لسوما انه مرتاحش، جو نظرته وقالت له انه ممكن يقوى علشان ليزا، وانها مستعدة تساعده يتغلب على تعب
تعبه، وغنت له تهويد علشان ينام، واكدت له مكانته الصحيحه كولي العهد. في نفس الوقت الدوقات الثلاثه كانوا مجتمعين، والدوق كاسر كان ضد سوما بشكل قوي، والدوق اكسل كان مهتم بمدينته وحذر من المشاكل الداخليه بسبب التهديدات اللي حواليهم. اكسل سأل راي دوق كارميان اللي بالرغم من حبه للبلد مش معارض للملك عاده، لكنه شايف ان سوما ادار البلد بطريقه خاطئه وسهل يضحي بكل حاجه علشان هو البطل مستدعي من عالم تاني معروف باصلاحاته الجذريه. كارميان كان مجهز وزراء علشان يرفضوا سوما، ولما كاسر ساله اذا كان ناوي ياخد العرش، كارميان بص وقال انه هيعيد تثبيت الملك السابق. اكسل رغم انه لسه مش عايز يعارض سوما، نصح كاسر يقطع علاقته بفصيلته علشان يحمي اولاد العيله الصغيرين. في اللحظه دي بنت دوق كاسر كارلا دخلت بسرعه، نادت اكسل على جدتها وقالت انها عايزه تهزم سوما علشان صاحبتها ليزا، وبما انها صديقه ليزا كانت واثقه انها تقدر تهزمه. اكسل ما كانش عنده وقت يوقفها، وفي الوقت ده ملك الدوشي استلم رساله من كارميان اكد فيها عزمه على التوجه للعاصمه لدعم الملك، فبعت قوته انه يلعب على الجانبين علشان يضيفوا بعض. لورو سمساره المعلومات عند الدوش تنهدت وقالت انها مش بتحب ابوها، وبسبب تصرفات الملك الغبيه الدوش كان اصلا في حاله سيئه، والتدخل في شؤون المملكه ممكن يخلي الوضع اسوء. لورو كانت بتحسد سوما على وضعه المالي. سوما وفريقه احتفلوا بمهرجان حصاد الخريف، وهاكويا قال ان دلوقتي وقت دخول المرحله الثانيه من خطتهم. سوما تنهد وعرف انه مفيش قدامه حل تاني، زي ما اتقال في الامير القسوه سلاح ذو حدين للحاكم، المهم ازاي تستخدمه. سوما الطيب مش زعيم، ولازم افعاله الجديده تكون حاسمه، وهو بيتذكر نصيحه جده انه يبني عيله ويحميها باي ثمن. فكر في ليشيا واللي حواليه وامر ببدء حملتهم العسكريه. جنبهم ملك الدوش كمان بدا يجمع قوات، وزير قام وقال للملك ان لازم يوقف الحمله، الحرب هتكون كارثيه ليهم ولازم يركزوا على شؤونهم الداخليه. لكن الملك ما اهتمش وكان مقتنع ان الناس ممكن تعيش عن طريق الحرب. الوزير قال له انه توقيع اعلان البشر المشترك مؤخرا معناه ان الهجوم على المملكه هيكون خارق للاتفاقيه، وممكن يؤدي لحصار من دول تاني وحتى تدخل من الامبراطوريه لان سبب الحرب غير مبرر. ولما الملك كان على وشك اعدام الوزير كوليبرت، الامير وريث يوليوس تدخل وقال ان المملكه المجاوره ما وعدش على اعلان البشر، وان الدبلوماسيه لازم تركز على الاتفاقيات الموثقه. ملك الدوش غضب وقرر يعزل كوليبرت من منصبه كوزير ماليه. في اللحظه دي رورو قربت واخدت كوليبرت بعيد. سوما لقى ليزا وقال لها انه ناوي يتفاوض مع الثلاث دوقات، بس الاول محتاج يسال ليزا حاجه. بعد كده سوما قابل الثلاث دوقات وحذرهم ان استمروا في المقاومه هيعاملهم كمنظمه متمرده وهيقوم بعمل عسكري ضدهم. لو الدوقات وافقوا هيكتفي بس باستعاده السيطره العسكريه والغاء امتيازاتهم من غير ما يتدخل في اداره اراضيهم. دوق كاستر قال ان وجود الثلاث دوقات كان لمنع الطاغيه من الوصول للعرش، ودورهم دعم الملك ومراقبته. سوما رد وقال ان السياسه دي كويسه وقت السلام، بس دلوقتي احنا في عصر فوضى والدول حوالينا عينيهم علينا، وخطر الجنس الشيطاني قريب. القوى العسكريه للبلد ما ينفعش تتجرأ وقت الازمه. سوما وعد ان لو السلطه المركزيه فاسده يوم من الايام هيسمح للدوقات ياخدوا راسه. في اللحظه دي اكسل سالت سوما عن خطته لبناء مدينه الميناء الجديد وايه علاقتها بالقاعده البحريه بتاعتها. سوما طمنها ان المدينه الجديده هتكون سياحيه وتجاريه ومش هتاثر على مينائها العسكري. اكسل كانت اول واحده قبلت تقليل سلطتها وحلفت بالولايه لسوما. دوق كاستر كان مستغرب ليه الملك السابق تنازل عن العرش لسوما من غير ما يستشير الثلاث دوقات. سوما مازح وقال انه نفسه يعرف، حتى ليزا ما كانتش عارفه الحقيقه. في نفس الوقت دوق كاستر اعلن انه مش هيقدر يدعم سوما ويقرر يمشي مع دوق كارمن بدلا منه، لكن وضح ان تصرفه شخصي ومجرد ال100 فرد من القوى الجويه في قلعه التنين الاحمر. هاكويا استغرب من تحضير دوق كاستر للفشل. سوما ما ناقشش كتير مع كارمن لان قبول كارمن للوزراء الهاربين كان دليل كافي على نيه التمرد. كارمن هو كبير في السن عايز يحدد مستقبل المملكه بكرامه المحارب. سوما اعلن عزمه انه يسيطر عليه واقترح لهم ان لتجنب حرب طويله تاذي الابرياء يتفقوا ان لو واحد منهم مات قواته تنضم فورا للمنتصر كدوق. كارمن كان مستعد يمشي، ليزا سحبت سلاحها وقطعت شعرها الطويل في العلن إشارة انها مستعدة تشارك سوما مصيره. سوما كمان عرف ان جونا حفيدة اكسل كانت في الاول جاسوسة لاكسل، بس بعد ما قربت من سوما وعرفت قدراته كملك قررت توصل سوما واكسل، علشان كده اكسل دعمت سوما. في الوقت نفسه الدوش تحرك بعد ما سمع الاخبار. على الارجح استهدف سلسلة الجبال. جنود الدوش اقتحموا قرية في الجبال وفرحوا لما لقوا مخزون كبير من الحبوب.
المدير المحلي استسلم بسرعة، وده رفع معنويات ملك الدش. المدير وافق يفتح الابواب، بس حذرهم من بعض الفصائل في المدينة اللي مستعدة تقاتل لحد الموت خوفا من مجزرة. يوليوس اعتقد ان وعد بعدم ايذاء السكان هيفتح الابواب بسلام من غير خسائر، والملك الدش وافق. مع تحالفهم اللي فيه 40,000 جندي مقابل 10,000 عند سوما، كانت الافضلية ليهم. سوما مستغلا ميزاته الحديثة كان بيحارب دوق كارمن، ولما الحيرة ضربته بنى مدينة كبيرة في ليلة واحدة على الخطوط الامامية، وده عطل الهجوم المستمر للعدو حتى جمعوا كل الاسهم اللي انطلقت عليهم. بعدين هالبرت استخدم سحر النار من مكان عالي، لكن اتقابل مع مدافع العدو، وده زود الوضع سوءا. سحرة المدينة كانوا استنفذوا سحرهم في بناء المدينة، وده خلاهم عرضة لهجوم المدافع. في اللحظة دي الظلامي أرد وصل للخط الأمامي، حابب يشارك في الحرب اللي يكمل الدين لسوما لإنقاذ ابنته. قائد الفرسان ليوين قاد هجوم، وفي الوقت نفسه مخطط كارميان الكوبالت الدائم من النبلاء الطماعين والغبيين، بس ما قالش بصراحه. النبلاء دول قربوا من كارميان يطلبوا تفسير، فرد عليهم وقال ان سوما مش موجود في القلعه، علشان كده موقفهم دفاعي. بعد ما رفض النبلاء، كارميان سأل مخطط الكوبالت اذا كان حسم الخطط، وردوا بالايجاب. في مكان تاني، ملك الدش اللي كان مستني قدام بوابات المدينه ومفيش فايده، قرر يقتحم المدينه. فجاه ظهر زئير مدوي من جوه، واللورد المحلي ركض يبلغ ان بعض الناس مخططين اخر صمود، وحاول يقنعهم بالاستسلام. الملك اتغاظ جدا وفكر ينفذ حكم الاعدام على اللورد، بس جوليوس قال ان المواجهه مع المقاومه عنيده مش فكره كويسه، واللورد بسرعه وعد انه هيحاول يبعدهم عن الفكر، وطلب شويه وقت كمان. وكمان عرض عليهم مبلغ كبير من الذهب، وهو بيترجى ملك الدوش انه ياجل الهجوم لحد الظهر اليوم اللي جاي، ووعد انه هيقدر يقنع الدينترز. والملك فرح بالذهب ووافق من غير ما يعرف ان ده كان فخ محطوط من اللورد اكسل اللي كان منسق مع سوما قبل المفاوضات انه يستخدم الذهب ده علشان يكسب وقت، في الوقت اللي سوما وكارميان وكاستر كانوا بيحلوا مشاكلهم وكانوا مخططين يقفوا او يسقطوا مع المدينه الحدوديه. وفي الوقت ده كايدي وهالبرت كانوا بيتكلموا مع كايدي، بيقطعوا اي مشاكل ممكن تظهر، وكانوا عايزين المعركه تمشي بسلاسه اليوم اللي جاي. وفي الظهر اللورد مرجعش، والملك الدوشي امر بالهجوم. وفي نفس الوقت هالبرت شاف وصول القوى الجويه بتاع كاستر للمدينه. ليله قبل المعركه كاستر اخلى المدنيين من المدينه وجهز القوى الجويه كلها علشان تمشي وراه، رغم انه كان عارف قدرات سوما. كاستر حس ان مفيش رجوع دلوقتي، فمشي من غير ما يشرك اي جنود تانيين في خطته. كاستر استلم تقرير ان سوما بعت 10,000 حارس امبراطوري لمكان دوق كارميان، ومكان كارميان نفسه مش واضح، لكن باقي الحراس ممكن ما يبقوش قدام القوى الجويه. كاستر شك ان سوما هيتجاهل ده، لكنه حس انه مش محتمل جدا. هو كان فاكر ان افضل خطه لسوما هي انه يهزمه الاول وبعدين يستخدم القوى الجويه ضد دوق كارميان، يمكن يفاجئهم. بس كاستر ما توقعش ان سوما هيستخدم الجاموس العملاق علشان يشيل السفن الامبراطوريه ويحولها لسفن برمائيه. سوما حتى كلمه قبل المعركه وقال له ان الخطه دي معموله علشان يغزو مدينه التنين الاحمر، وفكر ان كاستر ممكن يعجبه الاسلوب الفخم ده ونصحه بالاستسلام وهو لسه عنده فرصه. كاستر غضب جدا وبعت ابنته كارلا للرد، ومن غير ما يعرف ان سوما حط مدافع مضاده للطيران على السفن، فكان صعب على القوى الجويه تقرب. كارلا كانت قلقانه على ليزا فترددت تدمر الجسر، وكانت ندمانه لما شافت قرار ليزا تقص شعرها وتعلن عن عزيمتها، لانها فهمت قد ايه مهتمه بسوما، واتمنت لو قدرت تقنع ابوها يستسلم بدري. الغريب بعد ما اتدمرت السفينه ما كانش في اي اعداء فوق، بس دمية اتلاقت جوه، وده وضح ان كارلا وقعت في خدعه، والهدف الحقيقي لسوما كان كاستر جوه القلعه. فعلا سوما كان قابل كاستر من قبل، ويمكن يكون اتقن الانفاق تحت المدينه التنين الاحمر. كاستر قال لسوما ان مرؤوسيه مش متورطين في التمرد، وانه يقدر يثق فيهم مستقبلا بالقوى الجويه. سوما حاول يقنعه بالاستسلام، لكن كاستر تحداه في قتال 1 على 1. عايشة على طول سحبت سيفها علشان تدعم سوما، والقتال كان شديد، وعايشة اعلنت ولائها التام لسوما. في اللحظة دي كاستر شاف ليسا تتسلل من وراه، وكاستر قال ان ده قتال 3 ضد 1 مش عادل، وفي الاخر اتغلب على ايد عايشة وليسا. كاستر سأل ليسا اذا كان سوما ملك كويس فعلا، وليسا اكدت ده بعد ما شافت ازاي سوما بيرفع من مستوى حياة الناس، وقالت انها هتقف جنب سوما حتى لو ابوها حب يرجع للسلطة. كاستر اضطر يلبس طوق هيقطع رقبته لو حاول يؤذي سوما، وكارلا جريت بسرعة ولقت ابوها مهزوم، وهي كمان اتقفلت لها طوق.
نائب كاستر اخذ قياده مؤقته للقوى الجويه، وكان فضول يعرف سوما ناوي يعمل ايه مع كاستر، وسوما قال ان ده هيتناقش بعد المعركه. دلوقتي لازم يرتب القوى الجويه ويعلن دمجها مع الحراس الامبراطوريين. بعد ترتيب القوى الجويه سوما قادم لمكان دوق كارميان. في الطريق ليزا حاولت تتفاوض على العفو لصديقتها كارلا، بس سوما وقفها وقال ان كارلا وابوها ارتكبوا خيانه، حتى لو هو عايز يسامحهم الناس مش هتوافق وده ممكن يضعف سلطته. كارلا اعترفت ان سوما عرض شروط استسلام كتير، لكن ابوها ما قبلش كجنود مش كانوا هيطلبوا رحمه بعد الهزيمه. فالقوى الجويه اللي هالبرت والاخرين كانوا مستنيينها بره المدينه بالليل كانت في الحقيقه القوى الجويه اللي سوما سيطر عليها من دوق كاستر، نظمها وقادها بنفسه، وبكده كايدي وهالبرت حققوا هدفهم في حمايه المدينه. كارلا لما شافت العلاقه الجيده بين سوما وهالبرت استغربت من قد ايه سوما ممكن يكون عادي كملك. لسه وضحت ان سوما دايما ودود وقريب من الناس. على الجانب التاني دوق كارميان بعد ما اتضرب مكانه بالقوى الجويه جات له مجموعه من النبلاء، ولما سمع ان المدينه اتضربت فهم ان استمرار الصراع هيضر المدنيين، فقرر يستلم. النبلاء كانوا مصدومين وبيعتقدوا ان المواطنين مجرد خرده، وكانوا مصرين يقاوموا سوما لحد الاخر. كارمن هز راسه وفهم ان النبلاء دول مش ناس كويسه، وامر مرؤوسيه يلبسوا لهم اطواق الطاعه. لودوين قائد الفرسان بلغ سوما انهم جاهزين للهجوم، لكن سوما هز راسه وقال ان الحرب هنا خلصت. وكما توقع كارمن امر مرؤوسيه يلبسوا طوق ليهم، وبعت رسول يستسلم لسوما وقال ان الجيش كله تحت قيادته ويتحمل المسؤوليه عن التمرد، وحط فخ علشان يتهم النبلاء التانيين. كارمن عمل ده علشان يختبر سوما ويتظاهر بالخيانه، وهو في الحقيقه كان مخلص، وكان ندمه الوحيد انه مش هيقدر يشوف فرح ليزا لانه كان بيعتبر نفسه واحد من الشيوخ بتوعها. بس بعد كده وصل له رساله من هاكويا المخطط الرئيسي، وقالوا ان سوما ما هاجمش الاقليم لكنه قاد الحراس الامبراطوريين في اتجاه غزو الدوشي. هاكويا طلب من كارميان يجمع قواته ويتبع سوما. كارميان ساعتها فهم ان سوما عرف الفخ اللي حطه وده خلاه يقدر يبرأ نفسه، وفاجأت كارلا التفاهم الضمني بين سوما وكارميان، وفهمت ان كل ده كان خطه من البدايه من كارميان، وسوما ما كانش ناوي يخوض مواجهه مع الثلاث دوقات. سوما وهاكويا بعد ما عرفوا من ليزا عن شخصيه كارميان الممتازه اتفاجئوا لانه مش طبيعي يكون عنده وزراء اشرار، وفهموا بس بعد ما والد هالبرت قعد وقال له ان كارميان كان ناوي يجمع النبلاء الفاسدين ويعمل تمرد علشان سوما يذبحهم مره واحده ويمنعهم من يلعبوا على نبلاء تانيين. سوما استولى بس على الاصول الظاهره للنبلاء اللي لسه عندهم ثروات مخفيه واستخدمها علشان يوظف مرتزقه. سبب اشعال كارميان للحرب كان انه ياخد المرتزقه ويطلب فديه ويسترجع الفلوس اللي خرجت. كارميان كان مستعد يتحمل المسؤوليه عن التمرد علشان المملكه، وطلع كل اللي حصل مجرد تمثيل الا دوق كاستر، والدوقيه اللي جنبهم صدقت الكلام فعلا. الطرف الثاني هاجم على المملكه تحت ستار انه جاي يساعد دوق كارميان على الوفاء والولاء. سوما من ناحيته قدر يسيطر على القوات العسكريه بتاعه الثلاث دوقات الكبار في المملكه، فالمسيره اللي كانوا بيقولوا عليها انها لما يروحوا للعاصمه باسم الولاء بقت ثروه، واسباب الدوقيه بقت ملغيه، وده خلى الدوقيه تبقى المعتدي على دوله ثانيه، وبالتالي حصلت مشكله اخلاقيه. سوما اعلن الحرب رسميا على الدوقيه باسم المملكه، والمره دي الاجراء كان مبرر، والهدف كان مباشره العاصمه بتاعه الدوقيه. سوما اتجه على طول ناحيه الدوقيه باستخدام القوى الجويه. لما شاف الملك بتاع الدوقيه ده ساعتها هرب فورا، وجولياس وقع في الفخ بتاع سوما. القوات بتاعتهم اتعرضت لكمين على اسرع طريق رجوع، والمشهد كان مأساوي، وجونا قاد الكمين بعد ليله معركه في الوادي. وبعد المعركه فضل حوالي 10,000 من 40,000 جندي بس اللي عايشين. لما وصلوا بسرعه للعاصمه بتاعتهم قوات سوما كانت موجوده هناك ومستعده لمعركه مباشره. سوما امر جنرالاته يرتبوا التشكيل، وعائشه كانت مسؤوله عن حمايه ليزا اللي كانت بتجذب كراهيه العدو ليها، وسوما فضل في الخلفيه. كارلا سالته مش هتنزل للمعركه، سوما رد وقال ان دوره بس يوقفهم عند الخطوط ويحافظ على معنويات الجنود ويراقب ترتيباتهم. كارلا سألته كمان مش خايف تموت؟ سوما اعترف انه فعلا خايف، لكن حس انه بقى مجرد قطعة في لعبة السياسة والدولة، وبيتصرف بس لمصلحة المملكة ومستعد يضحي بحياته لو خسر. لكن في الوقت ده ما كانش عايز اي حد يموت. ملك الدوقية فهم ان في حاجة غلط وقرر يعمل طريق دموي علشان ابنه جولياس، متوقع ان هدف سوما انه يقتله كونه اخر قائد صلب للدوقية. لو مات سوما هيلاحقه بلا رحم، لكن لو جولياس هرب الطفل ممكن يحافظ على الدوقية. بالنسبة لبنته رورو الملك حس انها اكتر مهتمة بمصلحة الشعب من شرف العيلة، فكان لازم جولياس ينجو علشان يحافظ على نسب العيلة. جولياس اضطر يسيب المعركة، وخلال الهجوم الملك الاخير سوما طلب من كارلا تغير القلادة اللص وتقول لها ان هو لو مات مش هيكون غيرها اللي تورث العرش. كارلا مش عايزة تزعل صاحبها، نفذت الامر وسألت سوما اذا كانت لازم تقتل قائد العدو، وسوما وافق. كارلا هجمت، بعدين لودوين اكتشف ان القائد اللي قدامهم كان مجرد دمية، والملك الحقيقي وصل للوراء. كارلا نص تنين وما كانتش قوية كفاية، بس لحسن الحظ سوما ارسل لها دمية تشتت الوقت،
وكارلا قدرت تتحرك وتشعل الدمية، وكانت مفخخة وانفجرت وأدت لإصابة الملك بتاع الدوقية بجراح خطيرة. الملك رفض يستسلم وقاتل لحد آخر لحظة، والسوما لما شاف سقوطه واتطرح عليه مجموعة سهام كتير أعلن لكل اللي في ساحة المعركة أنهم يفتكروا شجاعة الملك. في الليل رورو استلمت خبر وفاة أبوها في المعركة على السطح، كانت هادية بس خصوصا بعد ما كانت بتتخانق معاه على السياسة. لما فضلت لوحدها بكت بحرقة. بعدها سوما وفريقه استولوا على العاصمة بتاعة الدوقية. ليسا اكتشفت ان سوما كان مستهدف الدوقية من الاول علشان يمنع خسائر كبيرة على الحدود، لكن اجلاء السكان من الحدود كان هيكون واضح جدا. فسوما قرر يلعب على المغامرين ويعمل شائعات عن مهرج النار على الحدود، وده خلى القرى القريبة تختفي. الدوقية سمعت الشائعات وما خدتش بالها قوي من اخلاء الناس. بالنسبة للعيلة الملكية، ولي العهد جوليوس هرب في اتجاه تاني، والاميرة رورو خرجت من المدينة مع الوزراء بتوعها. سوما امر هاكويا يرسل الوزراء لإدارة المنطقة. بونشو بلغ ان الخزينة ما فيهاش فلوس او مخزون، لكن فيها اسلحة كتير. فسوما قرر يبيع الاسلحة ويجيب فلوس عاجلة للاكل ويثبت وضع السكان مؤقتا. لو الاكل ما كفاش هينقلوه من المملكة فورا طالما الطرق صافية. ابو هالبرت قال ان الجيش متحمس جدا ودمج الجيش كله ممكن ياخدوا الدوقية بسرعة، لكن سوما ما كانش ناوي يهاجم البلد كلها. قال مهما خدوا وراضي الامبراطورية ممكن تتدخل وكل حاجة تضيع. سوما توقع ان الامبراطورية هتتدخل لانها الدوقية كانت موقعة اعلان مباشر، والنتيجة الأسوأ هتكون ارسال جيش لمعاقبتهم مهما الحرب بدأت الدوقية او لا، لان المعاهدات الدولية شغالة بالشكل ده. سوما تجنب توقيع المعاهدة دي لانها كانت مليانة فخاخ ممكن تؤدي لانهيار الامبراطورية. الموضوع كله كان عن ان المملكة كان عندها ضغائن قديمة ومحدش كان عارف سوما هيتصرف ازاي قدام الحاجات دي. سوما قال ان اللي بيقرأ التاريخ يعرف ان بعد ما تضمن السلاح بيكون الوقت مناسب لتعزيز الثقافة والفرحة بين الناس. في اللحظة دي جونا لبست زي عسكري وطلعت قدام، وسوما قدم خطة جديدة. الخطة دي كانت محتاجة جونا تقود وعايشة تستضيف. أول حاجة هيعرضوا أخبار المملكة على الضوء، وبعد الأخبار هيبدأوا يبثوا برامج ترفيهية يعرفوا الناس على بعض المشاهير ويخلقوا جو إيجابي بينهم علشان يوصلوا لحالة رضا وتشتيت عن المشاكل. وفي الآخر واحدة من جنود الدوق هتغني النشيد الوطني وهيأكدوا إن المملكة بتحترم الحرية ومش فارق معاها هوية الدوق أو آرائهم، وبيحتضنوا التنوع وبيستفيدوا من أحسن الحاجات، وده السبب في تطور الحضارات والدول. الملكة الحالية للإمبراطورية الكبرى اسمها ماريا، وهي جميلة وطيبة جدا وبتعامل كل الناس على قدم المساواة سواء غني أو فقير او اي عرق، عشان كده حصلت على لقب عذراء الامبراطوريه الاسطوريه. واختها جان هتزور الدوشي كقائده الجيش الامبراطوريه علشان تقابل البطل سوما بعد ما المملكه استدعت سوما. ماريا اعترفت ان الدوق بدا النزاع، لكن بما انهم حلفاء حسب اعلان البشر اي مخالفه من اي دوله ممكن تضر بسمعه الامبراطوريه وتعيق وحده البشر ضد جنس الشياطين. جان شايفه ان افكار ماريا وهوايات سوما هتتصادم، لان ماريا مثاليه وسوما واقعي، وده هيخلي التفاهم بينهم صعب. بعد ما سوما قبض على عاصمة الدوشي مسؤوليته كبرت جدا، ومنها إدارة حقوق استخدام الميدان بسبب النشاطات الثقافية الكتيرة. ليسيا لاحظت ان بعد آخر حدث ثقافي شعب الدوشي بدأ يظهر رغبة أقوى في التعبير عن نفسهم. سوما قارن ده بنوع من عصر النهضة الثقافية في عالم تاني. رورو لاحظ ابتسامات الناس، وده بيبرز سحر سوما اللي بيخلي رجوع اخوه جوليوس للسلطة صعب. سوما بدأ يمنح حريات واللي اديته صعب ترجعه، وكمان قلل الرسوم وطور الخدمات اللوجستية، وده خلى السكان يستفيدوا اقتصاديا بشكل مباشر ويكسب ولائهم. رورو حاسس ان بما ان سوما وصل للمرحلة دي لازم يتحمل المسؤولية بالكامل. في الوقت ده سوما عرف من هاكويا ان الامبراطورية بعتت 50,000 جندي والفرقة الرئيسية لسه وراهم، لكن الطليعة قريبة جدا، وده معناه ان المفاوضات قربت. وفي وسط التوتر ده بونشو جاب لسوما وردة وقال له ان حبوب اللقاح بتاعتها بتسبب هلاوس زي المشي في النوم، لكن بسرعة وضح انه شال كل اللقاح ومش مهتم بالوردة علشان تأثيره الهلاوسي، لكنه مهتم بالدرنات اللي في النبات اللي وفيرة على الجبل وملهاش آثار جانبية. سوما افتكر ان درنات الزهرة مصدر كويس للكربوهيدرات، ولو اتزرعت كتير ممكن تؤمن مصدر غذاء ثابت، بس بسبب اللقاح البشر ما ينفعش يقربوا منها طبيعي. بونشو شرح ان قبيلة جبلية في الامبراطورية الكبرى بتعرف تحصد الدرنات وبتستخدم قرود مدربة علشان يلموا الدرنات. القرود دي كمان موجودة في المملكة وبتحب تاكل النبات وماهرة في الحصاد. بعد كام يوم سوما تومو وجونا لبسوا وطلعوا يتمشوا. جونا ماسكة ايد سوما وقالت له ان القوات البحرية المميزة على هبة الاستعداد قريب. سوما حس بخجل شوية، وجونا اقترحت عليه يشتري هدوم لتومو اللي بقت زي اخت صغيرة ليه.
تومو اتبسطت جدا، وسوما كمان اختار لها جزمة. صاحب المحل قال له يستنى شوية قبل ما يديها هدية، وهم كملوا دردشة عن اليوم. فجروا عطس بعد ما تومو اختارت هدومها وطلعت، وسوما اداها الجزمة وكانت مبسوطة جدا. سوما كمان كان عنده هدية لجونا، مشبك شعر على شكل دعسوقة. المشبك كان شكله وحش شويه، لكن جونا حبته لانها من سوما. كمان نصحت سوما انه يفتكر يجيب هدايا لليزا وعايشه، واللي هو كان مجهزها اصلا. الثلاثه كملوا يومهم مستمتعين جدا، وجونا تمنت ان الايام الجميله دي تكمل على طول. بس بعدين جان قرب منهم. جونا كانت حذره شويه، بس جان قالت لهم انها مفيش نيه اذى وعايزه بس تقابل سوما، البطل اللي الناس كلها بتتكلم عنه، واللي رجع الدوله من حافه الازمه، واللي دايما مرتبط باميرات جميلات وبيجمع حلوات من كل انحاء الدوله كمؤهلات للحريم. لما سمعت عن شائعات الحريم اللي جونا عارفاها انها مش صحيحه، جان اتحبطت شويه. كانت نفسها ماريا تقابل سوما على امل انه يتاثر بجمال ماريا، بس للاسف سوما مش بيتاثر بالحاجات دي. جان اعجبت بقدره سوما انه يحافظ على علاقات كويسه مع شعبه، على عكس اختها ماريا اللي لازم تعامل كل الناس على قدم المساواه بسبب لقبها، وده بيخليها صعب تشارك مشاعرها الحقيقيه حتى مع صحابها. رغم كرههم للدوي، لو حصل اي صراع كانوا مضطرين يدافعوا عنه علنيا، وده كان بيحط ماريا في موقف صعب. جان اللي كانت اكتر برغماتيه كانت عايزه تتعلم من سوما ازاي يبثوا الاخبار باستخدام الاوربس، وكانت متحمسه لعالم سوما المتطور. جان اعتذرت لان استدعاء سوما كان متعلق اساسا بسياسات ضريبه الامبراطوريه. سوما كان عارف ان الامبراطوريه مش بتفرض الاستدعاء بالقوه، بس بتراعي الدول الضعيفه اللي مش قادره تدفع الضرايب. يعني سوما كان شبه قربان ومحمي بموجب اعلان البشر حتى من غير ما المملكه توقعه، عشان الدول التانيه ما تحسش انهم اتعاملوا بظلم. الامبراطوريه كانت مقترحه استدعاء الباطل حتى لو المملكه كانت متردده توقع الاعلان، وموقعهم الاستراتيجي كان بيضمن حمايتهم. الحقيقة المرة، لو ما استدعوش بطل او ما قدموش تعويض، باقي الدول كانت هتحس بالاستياء. الامبراطورية ما كانتش متوقعة ان المملكة فعلا تستدعي بطل، وده خلى سوما يجري ويحضر تعويضات. اللقاء ده كان خاص مش في طاولة التفاوض اللي مصالح الدول بتحتاج فيها مناقشات رسمية. الملك والملكة السابقين كانوا قلقانين جدا على سوما. الملكة قالت ان الوضع الحالي افضل بكتير من قبل، وكانت واثقة ان سوما هيقود البلد في طريق مختلف. في الوقت نفسه الملك كان بيتدرب مع عايشة ويتغلب عليها تماما. سوما كان نفسه يتعلم انواع سحر تانية، بس ليزا قالت ده مستحيل لانه محدش اتعلم سحر بره نوعه الخاص، والسحر ذو الخاصيه المظلمه قليل جدا. ليزا شافت بس 3 اشخاص تانيين غير سوما وتاموي عندهم النوع ده، حتى امها، ومع ذلك ليزا مش عارفه تفاصيل سحر الملكه. سوما حس ان السحر ذو الخاصيه المظلمه مش هيقدر يحميه، وعايشه قالت فورا انها هتحميه دلوقتي. هاكويا ولودوين جم يقابلوا سوما، وهاكويا قدم خطه لاعاده بناء العاصمه المزدوجه، بس سوما شافها جذريه قوي، كانها اعاده بناء كامله مش مجرد تجديد. هاكويا اشتكى ان العاصمه الدقيه فوضويه جدا، وهو مش قادر يستحمل اي حاجه مش مظبوطه. بس سوما وافق على الاصلاحات المحليه، مش شرط يسمع راي السكان الاول علشان اي قرار احادي من المملكه ممكن يواجه معارضه. هاكويا قال ان لو اتبعوا رغبات السكان المنطقه ممكن تبقى مدينه فنيه، وسوما وافق على ده. بس هاكويا قال انها تتحول لساحة قتال مع الدوي مستقبلا، ومش هتقدر تصمد لو اتهاجموا من الدقية، فكان لازم يحافظوا على الطابع العسكري مؤقتا ويحولوا المدينة تدريجيا لصالح العيش. جونا تساءلت إذا كان يستاهل يبدأوا التحويل دلوقتي، بس سوما رأى أن إعادة الإعمار بعد الحرب مهمة لضمان أماكن للجنود المتقاعدين، بس بكفاءة اللوجستيات هيسمحوا للناس ياكلوا كويس. لودوين كمان ذكر أن الطرق اتنضفت وجديدة تحت الإنشاء، لكنه قلق لو الإمبراطورية فرضت عليهم يرجعوا العاصمة كل مجهوداتهم في البنية التحتية هيتلخبط. فكرة أن يوليوس الهارب ممكن يستخدم الجسور للهجوم على المملكة ضايقت ليسيا، بس هاكويا قال السيناريو ده مستبعد. حتى لو يوليوس رجع مش هيستخدم بنية المملكة التحتية علشان ده يقلل من هيبة ولي العهد. سوما ما كانش فارق معاه مسألة الهيبة لأن يوليوس مهتم بالهيبة. سوما قرر يسمي الجسور على اسماء اللي شاركوا في الحصار حتى لو العاصمة رجعت للعدو. كمان الجسور دي أكيد الجماعات المضادة للمملكة هتخربها. خطة بناء الجسور اتظبطت. سوما لاحظ إن الإمبراطورية بتستجيب أكتر للسياسات اللينة عن الشديدة، وده مهم في المفاوضات وما يخلوش حد يشوفهم كأعداء. سوما كمان حس إن العذراء الأسطورية في موقف صعب لأنها لازم تقود البشرية ضد الشياطين وفي نفس الوقت تحافظ على مظهر اللطف والاحترام. بالنسبة لسوما الإمبراطورية الكبيرة مجرد قوة عادية بتحاول تحافظ على صورتها، كله مسألة مين يقدر يحافظ على المظهر أطول. في الوقت نفسه المجموعة اللي بقيادة جان وصلت رسميا للعاصمة الملكية، وجيش الإمبراطورية المكون من 50,000 جندي تقريبا قريب جدا من الحدود.
سوما قابل جان ويوليوس مباشرة وقدر يهزم شوية مع يوليوس اللي مش مركز قوي طالب برجوع العاصمة، وقال ان وفقا لاتفاقية اعلان البشر والاراضي المحتلة اثناء تحالف الدول مش معترف بيها. سوما رد عليه بشد واوضح ان الدوق هو اللي هاجم المملكة الاول، ويوليوس كان شارك مع ابوه في المعركة، وده خلاهم متهمين سوا. ويوليوس من غير اي خجل رد ومهمل غزو المملكة اللي دلوقتي بقى تحت سيطرة الدوق. سوما وقتها اتجه لجان علشان يسمع رأي الامبراطورية، وهي قالت انها بتأمل ان سوما يسلم العاصمة. سوما رد وقال ان السكان المحليين ممكن ما يرجعوش للدوي، وتحدى يوليوس انه يرجع يراقب الاحوال بنفسه علشان يشوف ان الناس مش محتجزين اصلا. حد فيهم كان هيزين حيطانه وسقفه بالوان زاهية لو كانوا محبوسين تحت حكم الدوي القديم. العاصمة كانت فاضية ومتوترة. سوما كمل وقال ان الملك الحقيقي المفروض يركز على الحكم، رفاهية الشعب والاقتصاد، بدل ما يظلم الناس بالضرائب العالية علشان المصاريف العسكرية. ويوليوس رد وقال ان التسليح ده رد فعل على الغزوات اللي حصلت قبل كده. سوما زي من الاعذار ده وخلى هاكويا يجيب قائمة بالنبلاء في المملكة اللي اتأثروا بالدوي وعملوا تمرد، وده حتى جان ما كانش عارفه. ويوليوس اتصدم وبدأ يحس بنفاقه تحت غطاء اعلان البشر، وكان قريب يفقد اعصابه بس جان شدته. سوما حس ان التفاوض مع شخص زي ده طريقة اقطاعية، وطلب من جون يشيل يوليوس علشان المملكة والامبراطورية يتفاوضوا بشكل مباشر. مهزومة زي دولة يوليوس ما كانش ليها مكان على طاولة المفاوضات. بعد ما اتشال يوليوس بدأت المناقشات الحقيقية. جان وليزا اللي كانوا يعرفوا بعض من ايام شبابهم قبل غزو الشياطين دلوقتي قدروا يتفاعلوا بشكل افضل، وفي الوقت نفسه سوما حضر عشاء رسمي ليوليوس، وده بشكل ساخر ساعد يخفف الجو ويبدأ المفاوضات الرسمية. سوما البطل في العالم التاني كأنه قاتل طول اليوم من غير ما يقابل اي شياطين، والمكان ده مناسب فعلا، مفيش داعي للقلق من الشياطين على الخطوط الامامية. المشكلة الوحيدة هي اهتمام الدولة المجاورة، ومن هنا كانت المفاوضات مع الامبراطورية علشان تظهر حسن النية كشفت سر لحوم الشياطين صالحة الاكل. جان جربتها وقالت طعمها زي اللحمة العادية بالظبط. سوما كان قلقان يمكن تكون دي شياطين ديميو، لان بعض الشياطين ممكن تتكلم. جان وضحت له انهم اكلوا لحوم وحوش مش شياطين بشريه، لان ده كان هيكون صعب على العقل يتقبله. جان علمت سوما عن جيش قتل الشياطين اللي كانت بتقوده هي وابو ماريا قبل 10 سنين لما الشياطين غزت القاره لاول مره. في الاول الوحوش ما كانش عندهم عقل وكانوا بيتصرفوا بغريزه، وده سمح لبعض البشر بالهروب، لكن في مجموعه تانية من الشياطين كانت عندهم ذكاء وقوه هائله. بعد هزيمه البشر الشياطين الاذكى ما قدموش اكتر من كده، بس الشائعات كانت موجوده، ومنها انهم اكتسبوا ذكائهم من اكل مخ البشر. النزاع وصل للتوقف، ودلوقتي الوحوش اللي بتهاجم البشر اغلبها بلا عقل. جان اللي جربت لحوم الافاعي المجنحه قالت انها طعمه زي الافعى العاديه. كقائده هي مش مشدوده قوي للاكل، وذكرت انهم مش اول ناس يجربوا لحوم الوحوش وبقايا وحوش مطبوخه تم اكتشافها قبل كده. ثم فكر ان جان المفروض تركز على سبب اكل الشياطين للوحوش، ولما جان سالته ليه ثم خلى الكتاب يسحبوا، واعترف انه صعب عليه يميز بين اجناس العالم ده لانه متربي في زمن حديث مش متاكد من الفرق بين التنانين ووحوش البشر والشياطين، وده عمل قلق حول حساسيه عنصريه محتمله. جان ولو فهموا متاخر ان الناس هنا كانوا دايما بيعرفوا يفرقوا بين البشر والشياطين بالحدث، وده طمن جان لانها لو كانت موجوده مسؤولين ممكن كانوا يضطروا يراقبوا الكلام. ثم كان ممكن الناس تفهم كلامه غلط وتعتبره متعصب للبشر، وده ممكن يسبب هجمات من التنانين ووحوش البشر او يعمل صراعات داخل الامبراطوريه. بس دلوقتي هنركز على غزو الدوقيه، ده كان رد فعل على العدوان الاولي للدوقيه. تجاهل ده ممكن يخلي باقي اعضاء اعلان البشر يغزو بحريه، لكن اخذ الارض بالقوه ممكن يزعج الدول الاخرى. ثم اقترح ان اللي عايز العاصمه يدفع فديه ويظهر حسن نواياه علشان يكون واضح لباقي اعضاء التحالف. التعويض لازم يكون بالعملات الامبراطوريه زي صرف اجنبي، ويوليوس غالبا هيعترض، بس المفاوضين ما عادش يهمهم رايه. جان تساءلت ليه سوما ما انضمش لاعلان البشر، كان معروف ان الملك السابق متردد، بس سوما اكيد عنده اسباب. سوما رد رسميا وقال ان طالما الملكه ماريا داعمه لتعاون البشر المملكه هتقف مع الامبراطوريه، رغم انها مش مضمنه في اعلان البشر. المملكه بتسعى لتحالف سري مع الامبراطوريه لحمايه الحدود من غزوات الشياطين الغربيه، بينما الجبهه الشرقيه بتحكمها دوله من التحالف الشرقي. سوما اوضح ان الجيش الموحد للمملكه ممكن يساعد في الدفاع عن غزوات الشياطين، والامبراطوريه لقت ده مفيد، لكن تعاون المملكه مع الامبراطوريه ممكن يقلق الدول المجاوره. ثم اقترح تحالف سري يسمح للامبراطوريه توفير موارد عسكريه. جان شافت مفيش فايده لسوما من ده،
لكنه قال ان في اوقات الفوضى المكاسب اهم من اي حاجة، خصوصا في كسب ثقة الامبراطورية. سوما حضر ادوات اتصالات بعيدة المدى لجان علشان يسهلوا المناقشات المباشرة مع ماريا. جون اشاد بموهبة سوما وسأل ليزا لو هتسمح لابوها يرجع للعرش، واقترح ان سوما يتجوز ماريا. ولما حصل اللي حصل ونجحوا في الامبراطورية، ليزا وايشا اتخضوا جدا وكادوا يعملوا موقف. سوما طمنهم بسرعة انه ملتزم بالبقاء، وجين حست بشوية قلق وهي بتوافق على التحالف ده. اتفقوا على تبادل الدبلوماسيين بين الدولتين، وكمان اقترحوا بناء سفارات، والمناقشة استمرت لحد الفجر. جين ذكرت اسم حاكم الشياطين سيد الشياطين اللي دايما اسمه بيظهر في كلام الشياطين لكن محدش فهمه، فبدأوا يشكوا ان الطرف الثاني هو نفسه سيد الشياطين. وبعد بحث طويل لقوا كلمة دوفار روي، وسوما حس الاسم مألوف وده جاب له صداع، فليزا خدته اوضتهم يرتاح. ولما عرفوا الفدية وكمان المصاريف الإضافية على الأسرى، يوليوس اتصدم. دفع تعويضات الحرب كان معناه اعتراف بالهزيمة، لكن يوليوس ما كانش يعترف انه خسر، وقال انهم خسروا بس مدينة. جين قالت له انك خسرت العاصمة، ولو يوليوس ما وافقش جين مش هتقدر تساعد، والامبراطورية مش هتتدخل في خلافهم تاني. يوليوس ممكن يكمل القتال لكنه غالبا مش هيقدر يرجع العاصمة، ان عدم الفوز معناه فقدان دعم الامبراطورية في الحفاظ على الحدود، وكان ده مهم خصوصا ان الدقية بدأت قبلهم. عشان كده فرض غرامة كان لازم، ولو يوليوس رفض يدفع الامبراطورية هتنسحب من النزاع وهتشيل الدقية من التحالف البشري. الدقية كانت موقعها وحش وجغرافيتها ضعيفة ومحاطة بدول تانية، فلو استبعدت ممكن تتقسم بينهم. ابي يوليوس كان بيستعمل الحرب لتخويف الدول التانية، ما عندوش القدرة دي وكان لازم يقبل المعاهدة. شروط سوما كانت 2 سنة من ميزانية الدولة، مش كلها مرة واحدة لكن على 10 سنين بالعملات الامبراطورية، فالامبراطورية نفسها كانت مشاركة. يوليوس ممكن يرفض بس لو استسلم تماما وخلى العاصمة. اغلب ميزانية الدقية كانت عسكرية، وكان لازم يوليوس يظهر شجاعته خصوصا ان التابعين ممكن يرفضوا الدفع. سوما طلب من الدقية تسليم كرة ثمينة كضمان وكمان كل الكتب من العاصمة. يوليوس اتألم من الموضوع الاول، وكان قلق سوما يغسل دماغ مواطنيه، لكنه ما اهتمش بالكتب اللي بتمثل ثقافة بلده. يوليوس مش هيحقق عظمة في حياته. جين تنهدت. يوليوس طلب رجوع أسرى الحرب وسوما وافق، لكن النبلاء والفرسان لازم يدفعوا فدية، وكمان حدد المجرمين اللي مش هيتسلموا. ويوليوس وافق وقعد يسلمهم للمملكة. سأل سوما لو شاف اخته رورو. لما عرف انها هربت من العاصمة يوليوس ما استفسرش اكتر. ليزا قالت يوليوس كان خايف انها ممكن تختبر العرش. سوما اقترح كمان ياخد جنرال ست بتغني النشيد الوطني مباشرة، ويوليوس ما كانش مهتم وعرض 5 نبلاء بدلها، وسوما وافق فورا. شايف ان يوليوس ما فهمش قيمة الجنرال. في الاخر الثلاثه وقعوا على معاهده التعويضات قبل ما يوليوس يمشي. ثم فكروا ان الاراضي اللي سهل الحصول عليها صعب ادارتها، وقال انه سيطر على العاصمه وقضى على الفساد، لكن تساءل اذا يوليوس يقدر يديرها كويس. يوليوس لما رجع كان مقتنع ان دي بلده وتجاهل تحذيرات سوما، وسوما كان بس بيأمل ان يوليوس يعامل الناس كويس. للاسف يوليوس ما فهمش، ولكن وعي قد ايه كان ضعيف يحاول يستعيد العاصمه بمساعده اجنبيه. ولما سوما وفريقه سابوا العاصمه الناس كانت شويه متردده. ليزا فكرت انهم بس بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه، واتسالت ليه حاسين بعدم ارتياح. قريبا سوما شرح ان ده طبيعي لانهم قبل كده اعتادوا على المعاناه، وبعد ما شافوا الحريه والفرحه مع سوما خافوا من العوده لايام القهر، وده كان هيحصل طبيعي. يوليوس غالبا هيعمل مثال بجد، والمثل بيقول الطغيان اشرس من النمر، والناس في الاخر هتقاوم. جين رجعت للعاصمة واتحضنت بشدة من ماريا واخدته يتكلموا عن وضع سوما. جين قالت ان سوما وماريا دايما عندهم سرير في مكاتبهم وبيشتغلوا جامد. سوما ما كانش مستاء من استدعاء الامبراطورية، وقاد الناس للرخاء والمتعة، وكمان قدم افكار حديثة واقترح تحالف سري مع الامبراطورية. ماريا فكرت في ازاي المملكة اللي قبل كده كانت بتدفع فدية بقت قوية بسرعة كفاية تدعم الشرق، وفكرت بطل هيقود العصر مش بالضرورة يهزم سيد الشياطين. ومن منطلق الديناميكا الدولية الأخيرة سوما فعلا غير الزمن. في مكان تاني سوما وهو مسيطر على دوميا حضر تجمع المغامرين في المملكة. ليزا كانت مستضيفة احتفال ليهم بعد ما ساعدوا في إخلاء المدنيين على الحدود أثناء الحرب. الدمية سوما اضطرت تشرب وسرعان وقع مغمى عليها، وليزا تنهدت والجنود ساعدوها، وبعدها بصت على يونو اللي حس بحاجة غريبة من غير ما يعرف. بعدين ليزا ابتسمت بمكر الولد كانت متكلمة معاه قبل كده عن البنوتة، وخوفت سوما اللي بسرعة وضح انه مفيش حاجة بينهم. بعد ما خلصوا مشاكل الدقية سوما زارت دوق كارميان المسجون. كارميان رفض ان ليزا تزوره لانها تبقى الملكة الجديد. سوما عرف كلمات ليزا لكنه كان حزين منها. الجنود المتمردين كفروا عن نفسهم في النزاع الاخير مع الدقية، اما الدوق كاسور
ما عدا نفسه وابنته كارلا. بقية القوات الجوية كفرت عن نفسها وأراضي كاسر اتسحبت، والعائلة هتكون بقيادة الابن البكر الشرعي. مصير كاسر وكارلا هيتحدد لاحقا بواسطة سوما. النبلاء المتمردين اتشال منهم ألقابهم وأراضيهم وممتلكاتهم وتنفذ فيهم الإعدام، وعائلتهم اتعامل معهم بشكل خاص. الناس دول ما كانوش مستعدين زي كارميان اللي قطع علاقته بعائلته لما خطط للتمرد. ارتكاب جرائم في المملكة ممكن يسبب عقوبة ل3 أجيال، بس سوما حس ان ده قاسي جدا، فمع هاكويا غيروا القانون وخففوا العقوبة من 3 أجيال ل2 بس، ونجوا الأطفال اللي أقل من 13 سنة اللي بعتوا دور الأيتام أو الكنائس. مع ان كده سوما لسه شايف ده قاسي. كارميان قال ان سوما رحيم جدا، جاي من مجتمع حديث، وسوما كان مجرد مرشح عادي للامتحان المدني من 6 شهور. كارميان من الرسالة اللي كتبتها ليزا عارف ان سوما انسان كويس، والا ليزا ما كانتش هتدعمه بكل قلبها. سوما قال ليزا موثوق، لكن كان لازم ياخد قرار يوجعها وهو اعدام الدوق كارميان. نوايا كارميان ما كانتش وحشة، هو كان عايز يجمع النبلاء المجرمين علشان سوما يتعامل معاهم بسرعة، وصدق انه احسن يمروا بألم قصير بدل طويل. لكن افعال كارميان ما كانش ينفع تتكشف، لان عائلات الجنود اللي ماتوا في التمرد المزيف مش هتقبل. كارميان اضطر يعاني بسمعة مش كويس. سوما حس ده مجازفة، كان ممكن يتعامل مع النبلاء الفاسدين تدريجيا. حتى كاسل كان شايف ان كارميان عنده اسباب، فسوما كصديق قرر يقف جنبه لاخره، مش متوقع انه يتحط عليه علامة خاين. سوما كان عنده خطط لدوق كاسل اللي اتعطلت، لكن في المجمل الوضع افات سوما. كارميان كان عايز النتيجة دي لأنه كبير في السن، وكان ممكن ينهي بعض المسؤولين الفاسدين، وكان بس نادم إنه مش هيشوف أطفال سوما وليزا يتولدوا. سوما جلس بهدوء وخلى كارميان يكشف عن العقل المدبر وراه، نظرا لثقة كارميان العالية فيه. شخص ذكي زي كارميان مش هيتغير رأيه بكلمات قليلة من ليزا. ولاء كارميان للمملكة كان دليل إن العقل المدبر مرتبط بالعيلة الملكية، بس كارميان رفض يناقش الموضوع وقال إن الشخص نفسه هيجي يقابل سوما في الوقت المناسب. سوما قدر يعرض له بس زجاجة سم بدلا من الإعدام العلني، ودل على ان تابعي كارميان كمان عايزين يموتوا معاه. كارميان قبل السم بمزاجه، وسألوه سوما ياخد باله كويس من ليزا، وسوما طمنهم وقال لهم ان ليزا دي زي اهله وانه اكيد هيحميها. كارميان شرب الخمر المسموم، وبعدها سوما بلغ ليزا بوفاته. ليزا رجفت شويه وهي بتوقع الورق، وبعدين كملت شغلها ساكته. في الناحيه التانيه هاكويا وجان كانوا بيتكلموا عن السياسات. جان كانت عايزه اختها ماريا تتواصل مع سوما عن بعد في اسرع وقت. لما عرفت ان هاكويا بينسخ كتب الديو، جان اعتبرته موهبه وحبت تجذبه للانضمام ليها، لكن هاكويا اعتذر بادب وقال انه مبسوط انه بيخدم سوما. بعد ما خلصوا كلامهم هاكويا وصلته رساله من عملاء المخابرات بيبلغون ان العمليات ماشيه تمام، وبدعم من قوى تانية. هاكويا كان فعليا بيحقق في ارشيفات الدوقية الملكية، ولقى لوحة رسمة من رورو بتكشف حركاتها السرية. في الوقت ده والد هالبرت اللي اتعين جديد كجنرال اخذ مؤقتا قيادة جيش الدوق كارميان، مستني دمج كل الوحدات العسكرية. عايشة كمان ادت لها لقب رسمي وبقت الحارسة الشخصية للملك. والدها اللي ساعد في الحرب اتوعد بمكافأة للجن، والمفاجأة ان كان نفسه سوما يتجوز بنته، وقال ان ده رغبتها هي. سوما ما وافقش وما رفضش، وبدل الموضوع بحذر. اكسل لاحظ ان حفيدته متضايقة، فخلال اعلان المكافآت لجونا وقف وقال ان والد جونا اتجوز في عيلتهم، وده خلاها من الناحية الرسمية شخص عادي، وهو عايز يبعد عنها اي التزامات عائلية ويخليها تتابع رغباتها الشخصية. جونا اتأثرت وقالت انها نفسها تفضل جنب سوما وتغني. سوما اعلن ان جونا بقت ملك للملكة كمغنية ملكية، وده ضباب الماضي بتاعها. في نفس الوقت كان في قوة تانية جوه المملكة شكلها بتمهد الطريق لسوما، يمكن بتحضر له كمين. ليزا قابلت صديقتها كارلا وشاركتها قلقها بعد ما عرفت عن انتحار الدوق كارميان بالسم. ليزا فهمت ان قرارات كارميان وسوما كلها علشان مستقبل البلد. كارلا في البداية نصحت ليزا تبعد شوية، لكن ليزا كانت مؤمنة ان كارلا لسه عندها فرصة للتصحيح، رغم ان كارلا ما كانتش عايزة تشرك ليزا وسوما تاني. محاكمة كاستر وكارلا اتعملت علني حسب القوانين القديمة، لانهم ارتكبوا خيانة تستوجب مصادرة اصولهم والاعدام. اكسل قام وقال ان افعالهم رغم انها كانت غبية ما كانتش عن تمرد، لكن بسبب ولائهم المبالغ للملك السابق وصداقتهم مع الدوق كارميان. هاكويا كمان قال ان مساعدة الملك السابق اللي تنحى طواعية كانت ممكن تتفسر كخيانة. هاكويا واكسل لعبوا دور الكويس والسيء قبل ما يسيبوا القرار لسوما. كاستر طلب يتحمل كل اللوم علشان ينقذ كارلا اللي اعلنت استعدادها تواجه العواقب مع والدها. سوما سأل الوزراء والنبلاء رايهم. واحد من النبلاء وقف وترك على الترابيزة وقال ان رغم ان كارلا وكاستر اعترفوا بالذنب، افعالهم كانت عن ولاء للملك السابق وحماية البلد. الراجل ده اكد ان انجازاتهم العسكرية ممكن تعوض عن اخطائهم،
وزير تاني قال ان بما ان كاستر في اوج قوته اتشال منه لقبه وشرفه قبل كده، يبقى يتسمح له يكمل تصحيح نفسه في القوى الجويه، مستشهدا بمبدا سوما في تقدير الموهبه. لكن في نفس الوقت بعض الوزراء كانوا شايفين ان القانون لازم ما يتكسرش، وفي الوقت ده كان لازم الاتنين يتعدموا على طول. سوما أشار وناس من القسم السري اتحركوا ورا مجموعة الوزراء بأمره، والسكينة اتطلقت على الأرض. سوما كان درس نظريات الحكم الحديثة وعارف إن الحاكم لازم يوازن بين القسوة والرحمة، والقسوة ساعات أسهل في التنفيذ، لكن القسوة مش معناها إنك تقتل كل عدو، لا، ده معناه تبقى صارم مع الخونة اللي قريبين منك. فعشان كده لما نفذ حكم اعدام كارلا وكاستر، سوما قصد انه يكشف الخيانه عند بعض النبلاء، لان كاستر كان ليه خدمات كبيره للدوله وتنفيذه كان ممكن يخسر دعم الشعب، الا الوزير والنبلاء اللي اتكلموا قبل كده. باقي الوزراء كانوا بيشجعوا سوما على القتل، فبدل ما ينفذ عليهم نفذ عليهم هم. المنفذين كانوا في الحقيقه كارميان واتباعه اللي كانوا مزيفين موتهم، ودلوقتي بيخدموا سوما في السر. اللي اتكلموا لصالح كاستر اتصدموا وسالوا سوما ايه اللي حصل، وسوما كشف لهم ان ال 12 نبيل دول ليهم علاقات مع قوى اجنبيه ونفذ عليهم بشكل حاسم، وما كانش فارق مع الناس هتشوفه قاسي ولا لا، لانه مش هيسيب اي تهديد يقرب من اللي قريبين منه. اما النبيل والوزير اللي فضلوا بعيد عن التاثيرات الاجنبيه وخدموا المملكه بوفاء، هاكويا مدحهم على قدراتهم ووفائهم، وهم على طول اكدوا ولائهم لسوما. بالنسبه لكاستر وكارلا، سوما قال ان كاستر رفض اخر انذار فلازم يتعدم بتهمه الخيانه، لكن بسبب خدماته السابقه سوما سامحه وبعت له اراضي اكسل، لكن منع كارلا انها تشوف عيلتها، وبما ان ابن اكسل مش هيسيبها صعب تشوفهم تاني. كارلا بما انها مش زي ابوها محققش انجازات، هتتعامل على حسب جريمتها الاصليه. كاستر حاول يضحي بحياته علشان بناته، لكن خدوه قبل ما يقدر. تنفيذ حكم كارلا ما ياخدش حياتها، بس تم تخفيض مكانتها من النبلاء للعبوديه، وهتكون ملك للعيله الملكيه بما فيها سوما. سوما كان مخبي امله ان كارلا تبقى هي اللي تعدمه لو حصل وبقى طاغيه، لانه كان مؤمن ان لا ليزا ولا عائشه يقدروا يعملوا ده. كارلا وافقت. بعد ما خلص كل الامور دي، سوما حس بصداع وقرر يرجع اوضته يرتاح شويه. عائشه حست ان سوما يمكن يكون حاسس بالذنب بعد ما قتل 12 نبيل، فليزا قررت تساعده ينسى الموضوع وتروح معاه. في الوقت ده رورو اكتشفت ان اخوها الغبي كان فدا العاصمه، وما قدرتش غير انها تسيبه، واعتبرت انه عديم الفايده، وفي الاخر الشعب هو اللي اتاذى. كانت فاكره كان احسن لو كانوا زرعوا العاصمه وخلوها فاضيه عشان لا الامبراطوريه ولا المملكه يقدروا يزعجوه، وبعدين يلاقوا الطريقه يجهزوا الفديه بعدين. رورو قررت ان الوقت جه تتحرك علشان الخطه اللي سوما حاططها. كويا بلغ سوما ان كل حاجه ماشيه بسهوله شديده، وشك ان في قوه تانية ورا الموضوع ده، وكان قلقان. سوما قال له ان الخطه ما تتوقفش ولازم تستمر. في الوقت ده لاين جاي يبلغ ان صديقه العزيز عمل حاجه مذهله، وبعدها سوما قابل صديقته من الطفوله جيني. لاين كشف لسوما ان اللي كان باين كانه جراج كان في الحقيقه مدخل زنزانه تحت الارض. لما اتفتح الباب، سوما لاحظ ان الارض مضيئه بشكل معدني، وده ما فاجئش ليزا والباقيين اللي نسبوا ده للسحر، وده شيء عادي في عالمهم. جوه الزنزانه اللي شكلها زي معمل عالي التقنيه، لقوا مساحه ابحاث جيني كانت ماشيه مشتته، وكانت قبل كده باحثه ومطوره اسلحه للجيش الممنوع، واتفصلت بسبب اخطائها. دلوقتي كانت بتشتغل على مشروع اسمه السهم العشبي، سلاح يقدر يزرع شجر وهو بيحارب بسبب تاثير الحرب الضار على الارض. ليزا افتكرت الساحر المجنون للجيش الممنوع اللي زرع غابه ضخمه حوالين القلعه قبل ما سوما يتعين. جيني قالت ان التجربه كانت مجرد تجربه، وفوجئت بقوه تاثير السهم. هي ما كانتش بتحب جو المعمل وعايزه تدرس في المجال اللي اختارته، لانها مؤمنه ان الخيال الحر هو بس اللي بيطلع اختراعات ممتازه. عيله جيني كانت بتبحث في التكنولوجيا تحت الارض الاجيال، واكتشفوا تدريجيا جوانب تانية لعالمهم زي الكره اللي سوما بيستخدمها للبث المباشر، اللي بيعتقد انها مسحوره بروح الهواء والمياه، لكن في الحقيقه اكتشفت كامله في الزنزانه. جيني شرحت ان مفهوم الارواح خرافي، والناس غالبا بينسبوا الظواهر اللي ما يقدروش يفسروها للسحر، مع ان الارواح مش بالضروره مش موجوده خالص. الكره مش بس للتسجيل او البث المباشر، الخاصيه دي اكتشفت بالصدفه اثناء البحث على الكره. سوما كان فضول يعرف ايه هي الكره بالظبط. جيني شرحت انها جوهره الزنزانه تحت الارض، ومهمه جدا للحفاظ على دوره الزنزانه. لو الكره اتدمرت الوحوش جوه الزنزانه هتختفي كمان. الهدف النهائي للمستكشفين اللي بيخشوا الزنزانات هو انهم يوقفوا عمل الكور ده، ياخدوه ويسلموه للدوله علشان يحققوا ثروه كبيره وشرف عظيم. الكور اللي موجوده دلوقتي هي كور تالفه من الزنزانات، وبعدين الباحثين كانوا قادرين يدرسوا الكرات دي بس وهي متضرره. محدش قدر لحد دلوقتي يجيب كرة سليمة للسطح، لأنهم خايفين الوحوش تسيطر على السطح. الموضوع ده خلى حد يكتشف فجأة أن ظهور قبائل الشياطين ممكن يكون مرتبط بطلوع الكرات للسطح. جيني كانت دايما نفسها تدرس كرة كاملة،
بس مش عارفة هي معمولة من ايه، عشان كده الناس بيستخدموا السحر علشان يفسروا اللي مش فاهمينه. سوما قال لهم ان البشر كائنات عقلانية وبيخافوا من اللي مش قادرين يفسروه، فبيحاولوا يفرضوا تفسيرات على كل حاجة ويحاولوا يفهموها. وسوما كمل وقال ان في عالمه في مجال دراسة اسمه العلم، وده مختلف تماما عن نظام السحر اللي موجود في العالم ده. بعد كده جيني وريتهم اخر ابحاثها، جهاز اسمه ادفان كاد، واللي بيشتغل بطريقة مختلفة عن اغلب الاجهزة اللي بتعتمد على الحيوانات المستأنسة. الجهاز بيشوف في الهواء وبيدفعه لورا على الارض. جيني جربت الجهاز وكادت تكشف سوما وليزا من قوة الدفع، لكن لوين سرعوا بسرعة ووقفوا. سوما اتحمس وقال لجيني عن مصدر طاقة الجهاز وهل محتاج سحر علشان يشتغل. جيني هزت راسها وقدمت مكعب غامق وقالت له ده مصدر طاقة اسمه خام ملعون. عادة التعدين بيكون بالسحر، لكن السحر مش ممكن يستخدم جنب الخام ده لانه هينفجر فورا، فلازم التوقف عن التعدين لما يتلاقى الخام ده. جيني صححت لليزا وقالت له انه مش لعنة لكن موهبة من السحرة. الخام مش بيخلي السحر مش شغال، لكن الاستخدام الاجباري بيخليه ينفجر. الطاقة اللي بتخلي الانفجار يحصل جايه من ان الخام بيمتص قوة السحر ويخزنها، وبينفجر بس لما تشحن زيادة عن اللزوم. ابحاث جيني كمان ورت ان الخام ممكن يطلق الطاقة اللي مخزنها بشكل ثابت، فبالتالي بيبقى زي بطارية ممتازة. التكنولوجيا دي لتخزين الطاقة كانت متطورة حتى من غير محركات بخارية، ومعها المملكة ممكن تبدأ ثورة تكنولوجية كبيرة، رغم انها تقابل معارضة من الجماعات الدينية لان الطاقة جاية من الحجر الملعون. والمثير للسخرية ان ده شبه التاريخ الحديث. الأسوأ لو الدول التانية عرفت عن مصدر ده، المملكة ممكن تبقى ساحة معركة على الموارد، لكن في نفس الوقت لو سيطرت على الخام ده ممكن تبقى أقوى دولة في القارة، وفي نفس الوقت كمان ممكن الخراب يحصل. ثم حس بصداع شديد وبعدين بهدوء قال لليزا ان وجود جيني مهم جدا للمملكة زي تومو بالظبط، ولازم يلاقوا طريقة تخلي جيني تحب تقعد معاكم. ليزا فكرت ان عيلة جيني موجودة هنا، فده يخلي احتمال انها تسيب المكان قليل، لكن لو جيني عملت عيلة لنفسها طبيعي مش هتحب تمشي. ثم بص على لوين صديق الطفولة لجيني وسأل ليزا اذا كانت جيني بتحب لوين. ليزا قالت في احتمال 60% انها تحبه، بس كانت قلقانة اذا كان لوين بيحب جيني. ثم قال ان في احتمال 99% ان لوين بيحب جيني. الرجالة مش قادرين يخفوا الحاجات دي، فراح سألهم على طول اذا كان في مشاعر بينهم. لوين احمر وشه فورا، وجيني قالت انها عارفة انها هتتجوز في يوم من الايام ومش هتزعل لو كان لوين قلق من مستقبل عيلة جيني، وثم سقف وقال له تمام، يبقى لوين انت هتتجوز في عيلتها والعيلة الملكية هتتكفل بالفرح. وقتها لوين جمع شجاعته وعرض على جيني القصة. رجعت لوقت وصول سوما للعالم ده لأول مرة. وقتها كان بيتم توسيع العاصمة وكان في مشاكل في تخطيط المدينة واللوجستيات. بعد ما سوما أخذ العرش أمر بإصلاحات وبنى خطوط المواصلات الرئيسية ونظم شبكة المجاري. أثناء الحفر لقوا عظام غرغويل وجبابرة بما فيهم هيكل عظمي التنين كان المفروض يتحرك لمعمل البحث في العاصمة، لكنه اختفى فجأة. جيني كانت هي اللي أخذت العظام ولوين ما كانش هيقول حاجة، وكل الناس كانت هتنسى الموضوع. لكن هو بينظف اوضته لقى ورقه من جيني بتطلب مساعدته في اجراءات دراسه عظام التنين. دلوقتي لوين فهم سوما حابب يعرف ايه اللي جيني بتعمله بعظام التنين. جيني فورا ورت لهم تنين ميكانيكي معمول من عظام التنين ومواد تانية من الزنزانات. سوما قال انه ممكن يخرج عن السيطره، وجيني قالت انها لسه ما ركبتش نظام التشغيل، هو بس معمول كدراسه للمفاصل البيولوجيه، وعلى الرغم من حجمه الكبير فهو مرن جدا لان التنين لسه محبوب في القاره دي. وفي كمان تنين تحالف بيستعمل عظم التنانين بالشكل ده، وده ممكن يخليهم محتاجين يعتذروا بعد كده. الموضوع الغريب ان سوما بيقدر يسيطر على التنين بقواه هو. ولوين اشتكى وقال له ما تلعبش بالموضوع ده تهديد كبير للدول التانية. ولما سمع سوما الكلام ده جاله فكرة وسأل جيني اذا كانت مسلحة التنين ولا لا. جيني قالت له لا لسه، انا بس بعمل ابحاث ولسه ما جننتش كفاية علشان اسلحها. سوما تنهد وقال يعني الموضوع كله شكل بس، التنين ده ملوش قوة تدميرية حقيقية. وبرغم كده هو امر جيني وفريقها انهم يحتفظوا بسر التنين وما يلمحوش له لاي حد لحد ما يسمعوا رد التحالف. وكمان اسس لهم معهد بحثي وطني وقال لجيني انها هي اللي تحدد مشاريع الابحاث بنفسها، والمملكه هتمول 90% من المصاريف وجيني تغطي ال 10% الباقيين، وده علشان تمنعها من انفاق وقتها على ابحاث ملهاش لازمه. وفي الوقت ده بعد ما اتعمرت عاصمة الضوء تاني، يوليوس بالفعل دمر الكباري والمباني اللي سوما رممها، وكمان منع البث الإذاعي للمواد الغذائية، وحتى الأكل اتقسم نصيب، والناس المحليين ما بقوش عارفين ياكلوا ايه. الناس كانت مستاءة من يوليوس، وفي ناس كمان كانت بتتمنى لو سوما هو اللي يحكمهم بدلا منه. يوليوس كان مؤمن بضرورة اليقظة علشان يمنع الغزو الثقافي من الدول التاني. وفي الوقت نفسه جه حد من الحدود طالب المساعدة وقال ان انتاج الأكل المحلي مش كفاية والناس بتموت من الجوع. المدنيين الغاضبين بدأوا
بدأوا ثورة، وهو كان عايز من يوليوس يرسل قوات لقمعهم، بس يوليوس كان زعلان من اللورد لأنه ضم جنود من غير إذنه وقال له حل مشاكلك أنت بنفسك. يعني بصراحة الفكرة دي كانت غريبة جدا لإدارة الدولة. وفي الآخر اللورد حذر يوليوس إن لو الثورة ما اتعالجتش ممكن تنتشر للمناطق التانية، وساعتها بس يوليوس بعت قواته لقمع المدنيين. وفي الوقت ده سوما كان بيلعب مع إخوة تومو، وكارلا لابسة زي الخادمة وبتتابعه. الفكرة دي كانت من دماغ ليزا، لو كارلا عملت حاجة غلط سيباستيان كان هيجلدها من غير ما يسيب أي أثر. كارلا مش خايفة من الحرب، تقريبا اتكسرت من سيباستيان. بعد شوية سوما سمع عن تصرفات يوليوس من هاكويا واهتز. الدوقية كانت على وشك الانهيار من الداخل من غير تدخلهم. هاكويا كمان جاب له عريضة من سكان العاصمة بيطلبوا ينضموا للمملكة، وكمان طلبوا دعم عسكري. سوما اعترف انه فعلا كان محضر فخ ليوليوس، لكنه ما توقعش انه يقع فيه بسرعة كده. ما كانش يقدر يتوقع بالظبط رد فعل الناس، لكن بما انهم بعتوا الطلب بالفعل اضطر يرسل قواته. يوليوس اللي خونه الشعب اتفاجئ، وكمان النبلاء من فصيل الأميرة رورو كمان وقفوا مع الشعب. ولما يوليوس فهم ان قواته الأساسية اتطوقوا، الثورات انتشرت في مناطق كتير وما قدرش يقمعها. ما كانش قدامه غير الهروب مع شويه جنود ناحيه الامبراطوريه. سوما كان دايما حاسس ان الموضوع ماشي بسهوله شديده، واشتبه في وجود قوه تانية ورا كل ده. لما يوليوس هرب للامبراطوريه، الدوقيه فقدت قائدها والدول المجاوره كانت متربصه. حتى الدوله المري كانت بتراقب بصمت. الدوله المري ما بعتتش قوات علنيه، لكن سرا دعمت الجمهوريه والدوله البابويه. الاتنين بداوا حروب باسم النبلاء. تقدم الجمهوريه توقف عند حدود الدوقيه بسبب دوق، بس محدش يعرف هيقدروا يمسكوا قد ايه. الدوقية دلوقتي من غير قائد، بقت زي شمعة في الهواء. بعد كده وصل لسوما خبر ان الدوقية كلها عايزة تنضم لمملكته، والتوقيع كان من الجنرال السابق ووزير المالية السابق. هم فضلوا ينضموا لمملكة سوما بدل ما تتقسم بين دول عدائية كتير. سوما اتصدم، الموضوع ده مش رزق سهل، ده زي البطاطس السخنة، في فايدة. السكان زادوا، القوى الوطنية اتقوت، وكمان الموارد المعدنية غنية. بس المشاكل كانت أكبر، في أزمة أكل كبيرة، وحتى العاصمة كانت بتعاني من نقص أكل. سوما ما كانش قادر يتخيل الوضع في المناطق التانية. مملكته لسه متجاوزة أزمة الكل، وما عندهاش فائض للمساعدة في الفقر. كمان بما أنهم كانوا أعداء قريب، توحيد الإدارة هيبقى صعب جدا. قبل كده المملكة كانت بتحدد على شوية دول بس، دلوقتي قبول الدوقية هيكبر الحدود. ساعتها الموقف كان عامل زي اختبار دبلوماسي تقيل. قبول دمج الدوقية في المملكة كان معناه مفيش حرب خلاص، لكن في نفس الوقت كان معناه انهم هيشيلوا شوية اعباء مالية. مشكلة انهم ما قدروش يرفضوا، لان رفضهم كان هيبقى كأنه رفض راس المال نفسه، خصوصا ان المساعدات اللي رايحه للدوقيه كانت متغطيه بانها طلبات من المواطنين. يعني ببساطه لو رفضوا يبقوا بيرفضوا الشعب كمان. غير كده الحدود الطويله اللي بينهم وبين الدوقيه ممكن تتسبب في موجات لاجئين ضخمه لو قامت حرب، وده يخلي الوضع اصعب بكتير. فالابسط انهم يقبلوا من الاول حتى لو هيقابلوا صعوبات في البدايه. ساعتها سوما امر ان يتعلن للعالم كله ان المملكه وافقت رسميا على ضم الدوقيه، وكمان بعت قوات علشان تقف على حدودها. وبعدها قعد مع الجنرال القديم وزير ماليه الدوقيه. الاتنين دول جابوا معاهم تقارير ماليه قديمه ووثائق حقوق تخص الدوقيه. الغريب ان يوليوس لما مسك الحكم ما كانش حتى ضامن الورق ده، عشان كده فشل في اداره الدوله. سوما بسرعه عين كولبرت وزير ماليه الدوقيه كوزير ماليه للمملكه كمان. قال له شوف لي الورق ده كله. بس في دماغه كان بيفكر وبيقول بلاش بقى تقلبها اوفر تايم يا عم كولبرت. الحقيقه ان سوما كان شايف موهبه الراجل، لانه بالرغم من سباق التسلح اللي كان بيستنزف البلد قدر يحافظ على شؤونها الداخليه بالميزانيه المحدوده، وده حد ما يضيعوش. الجنرال القديم كمان جاب هديه، سجاده صوف مشهوره. المنظر فكر سوما بحاجه من عالمه، فهزر وقال للجنرال هو مش مخبي لي ست جواها ولا ايه؟ المفاجاه ان الجنرال شكله اتوتر، وخلى ليزا والباقي يشدوا سيوفهم ظانين في حد مستخبي فعلا. وفجاه طلعت رورو من جوه السجاده وقالت له بداشا ازاي عرفت اني مستخبيه هنا؟ سوما رد وقال انه فاكر قصه في عالمه عن كيلوباترا لما ظهرت من جوه السجاده. رورو ساعتها كشفت عن نفسها وقالت بكل وضوح انا الاميره السابقه للدوقيه وجيت عشان اتجوزك. سوما اتصدم من اللي سمعه، لكن رورو وضحت انها زي ليزا اتجوزته علشان تثبت حكمه على المملكه، وهي كمان عايزه تعمل كده. بس بالنسبه للدوقيه، ليزا بنفسها اعترفت انها في الاول كان جوازها سياسي، لكن مع الوقت وقعت في حب سوما فعلا وبقت عايزه تساعده يحكم صح. اما رورو فهي كانت بتتفرج على بثوث سوما كتير وحبت شخصيته، ومع عقلها التجاري شافت انه الوحيد اللي يقدر ينهض بالدوله، وقالت في نفسها ما اتجوزش غير اقوى واحد وخلاص. سوما فكرها وقال لها انا العدو اللي قتل ابوكي. بس رورو ضحكت وقالت له ما انا طردت اخويا من الحكم بايدي، مش فارقه معايا ابويا ولا هو.
ساعتها سوما اكتشف انها العقل المدبر الحقيقي. رورو وضحت ان الحرب عندها كانت مجرد واقع، وان الدقية ما كانش عندها غير موارد معدنية بتتسحب كلها في الجيش والاقتصاد منهار. هي وكولبرت حاولوا يصلحوا الاوضاع، لكن الفلوس كانت بتتهدر على السلاح. لو الفلوس دي اتصرفت على الشعب ما كانوش عانوا كل ده. رورو كانت شايفه ان ابوها واخوها ما كانوش فارق معاهم الناس، لكن هي اعتبرت شعب الدقية هو عائلتها الحقيقية. الجنرال وكولبرت بس هم اللي اعتبرتهم اهلها. مع ذلك وضحت انها ما عملتش اي مؤامرات داخليه لانها مش هتضر الشعب. الفوضى اللي بتحصل دلوقتي سببها قربهم من اراضي الدوله البابويه. الناس هناك بيتحركوا بتحريض، لكن الحقيقه ان الدوله البابويه ما بيطمعوش في الارض، هم عايزين الناس نفسهم علشان الايمان عندهم هو وسيله الحكم والسيطره. رورو ما كرهتش العلم، لكن كرهت اللي بيستغلوه علشان مصالحهم، وقالت انهم اوغاد. الدوله البابويه خصوصا عندهم عداء مع اتحاد التنانين ومع الامبراطوريه الكبرى. ليه بقى؟ لان اتحاد التنانين بيطيعوا التنانين، وده بيعتبرهم دولة سياسية برضو. أما الإمبراطورية فالموضوع مع الملكة ماريا، لأن الناس هناك بيلقبوها بالزعيمة، وده شيء بيغلي البابوية لأن لقب الزعيم لازم يبقى بإذن البابا مش الناس. أما اهتمامهم بسوما فهو بسيط، الراجل ده جاي من عالم تاني وقلب موازين القارة، لو ادوا لقب زعيم يبقى ملك فعلا، يعني أداة مذهلة لتعزيز سلطتهم. بعد كل ده رورو بقى اتكلمت في الموضوع مباشرة وقالت له هتتجوزني ولا لا؟ ليزا والبنات كانوا بيغلوا من جوه، لكن سوما بالعقل اعترف ان الجوازة دي هتثبت حكمه فعلا، غير انها مش اي حد، دي موهوبة جدا في التجارة ومعاها شبكة علاقات ومتابعة للناس كويس. ساعتها سوما سأل ليزا عن رأيها، فقالت انا ما عنديش مانع لو انت شايف كده، بس بشرط تتعامل مع الموضوع الورثة صح. رورو اكدت ان مفيش مشكلة ورثة لانها مش عايزة العرش اصلا، هي عايزة تعمل شركتها التجارية الخاصة، وكمان قالت انت محتاج فلوس لابحاثك وانا هكسب واساعدك. وساعتها رورو قالت انها تستثمر فلوسها علشان تشوف ازاي ممكن تغير شكل المملكة كلها. هي كانت بتحب تبقى الايد الخفية اللي ورا الستار، والواجهة قدام الناس تبقى في ايد سباستيان اللي سوما كان قبله قبل كده. كولار اقترح كده باستهزاء وقال طب ما ندخل الفلوس دي على الخزانة العامة بتاعة المملكة، بس سوما ورورو رفضوا فورا. رورو شايفة ان الفلوس دي ملكها الخاص وهي مخصصة بس علشان تدعم سوما، اما سوما نفسه شايف ان وجود ميزانية تحت ايده يخليه عنده حرية انه يعمل اصلاحات داخلية من غير قيود. رورو وضحت ادوارهم ببساطة وقالت انا بجيب الفلوس، سوما بيصرفها وكولبرت بيوفرها، وفي الاخر اتاخد القرار النهائي اندماج المملكتين بقى رسمي ومؤكد. بعد كده سوما تواصل مع الملكة ماريا بتاعه الامبراطورية علشان موضوع الاندماج. في الاول اتبادلوا كلام مجاملات زي رجال الاعمال، بس ماريا بسرعة دخلت في الجد وقالت له ان الاندماج ده ضد اعلان البشرية اللي كان متفقين عليه، لكن سوما كان جاهز وقال الاعلان نفسه بيقول لازم نراعي رغبة الشعب، والناس في الدقية صوتوا على الاندماج، يعني الموضوع كله قانوني. النقطة دي عملت تضارب كبير لان كده بقى في تناقض، وسوما استغل النقطة دي علشان يقول انه مش هينضم للاعلان، خصوصا وان المملكة بتاعته فيها اعراق كتير مش مجرد بشر. ماريا اتوترت لان الامبراطورية بتاعتها برضه فيها اعراق متعددة، واي حد خبيث ممكن يستغل الثغرة دي ويفكك الامبراطورية من جوه. رغم كده ماريا اعترفت ان الاعلان مش ممكن يتوقف لان خطر الشياطين لسه موجود، وقالت حتى لو الامبراطورية اتفككت لازم تبقى منارة امل للشعوب. الكلام ده خلى سوما يحترمها اكتر وقال انها فعلا تستحق لقب الزعيمة. بعدها ماريا احترمت نتيجة الاندماج وبفضول سألت عن الأميرة رورو. سوما اتلخبط شوية وده خلى ماريا تضحك بصوت عالي، الاتنين كانوا مش مبسوطين من الدولة البابوية. سوما حذرها وقال خلي بالك من البابوية جوه امبراطوريتك، عندهم أتباع كتير وممكن يولعوا الدنيا من جوه ويقسموا الناس. ماريا كانت شايفة انهم مش هيعملوا كده، لكن سوما فاهم ان العلم بيعيش على الفوضى علشان يكسب، وقال لها صدقيني ممكن يعملوها. وبرغم الخلاف طمنها ان هدفهم لسه الحفاظ على وحدة البشر ضد الشياطين. بعد ما خلص كلامه مع ماريا قابل هكويا اللي كان لسه مخلص حوار مع زان. سوما كان بيتمنى ان ماريا تفضل زعيمة فعلا لانه شايف ان الناس لازم يعتمدوا على نفسهم مش على القوة الزعيمية، وهو سرحان وقع في النوم. تاني يوم لوسيا وايشا مسكوه وهو نايم، واللي زاد الطين بله ان رورو كانت نايمة جنبه على السرير بعد ما كانوا بيتكلموا في موضوع الفلوس. طبعا مفيش حاجة حصلت، بس لوسيا طلبت من ايشا تاخد رورو وتسيبهم. بعدها لوسيا فتحت معاه موضوع العيال، بس سوما كان متردد وقال انه لازم يركز على الاصلاحات الكبيرة الاول لان اي غلطة كمالك ممكن تدمر المملكة. كان حاسس انه زي صاحب شركة ناشئة بيحارب علشان يثبت نفسه في السوق، والمملكة محتاجة مواهب ضرورية
خصوصا في الحسابات والقراءة، بس المشكلة ان التعليم القومي ضعيف والناس الموهوبة صعب تلاقيها، ومن هنا قرر يركز على التعليم. بس في مشكلة اكبر، نظام العبودية. النظام ده متخلف وبيكسر حقوق البشر. في عالمهم العبيد ممكن يكونوا مجرمين، بس الغالبية ناس غالبة اضطروا يبيعوا نفسهم علشان يعيشوا. سادة العبيد يقدروا يحرروهم، ولو انفوا الاعتداء ممنوع رسميا، بس الكلام ده كله على الورق والواقع مظلم جدا. كومو تاجر عبيد لسه وارث المهنة من جده، فوجئ ان العبيد عنده كانوا زعلانين بجد على موت جده. ليه؟ لان الراجل كان طيب معاهم بالنسبة لتجار تانيين، كان بياكلهم كويس، يديهم لبس ويحميهم من الضرب والاهانة. والعبيد حسوا ان كومو نفسه طيب زي جده، وخايفين يسيب الشغل في التجارة لانهم لو اتباعوا لتجار تانيين حياتهم هتبقى جحيم. واحدة من العبيد ساندريا من قبيلة الراكون وقفت وقالت لكومو يعاقبها او يبيعهم كعائلات بدل ما يفرق بينهم. مع انها عارفه المخاطره اتكلمت، لكن كومو ما اذاهاش، بالعكس اعترف انه مش قادر يتقبل فكره انه يبقى تاجر عبيد، بس وعدهم انه هيلاقي مشتريين محترمين ليهم قبل ما يبيع، كمان اهتم بيهم. وادى ساندريا يتساق معاه علشان يلبسوا احسن ويبانوا بشكل كويس قدام المشترين، وقال ان العبد المتعلم او اللي عنده قيمه اضافيه ممكن يلاقي معامله افضل. ساندريا نفسها كانت مثقفه لانها من عيله كانت بتدير محل زمان، هي اتخدعت واتجرجرت للعبوديه من صاحبها القديم علشان ينقذ المحل، عشان كده مش فاهمه تصرفاته. كومو كان عنده خط، هو مش ناوي يكمل كتاجر عبيد، لكن عايز يجهزهم علشان يبقى ليهم مستقبل احسن. رغم ان مشترين كتير عرضوا فلوس، رفض يبيعهم لانه شايفهم مش شايفين العبيد غير كادوات، وده خلاها تقلق عليه من الافلاس. بس هو افتكر نصيحه جده، اتاقلم مع الرياح المتغيره واستغل الفرص، وكان حاسس ان وضع العبوديه في العالم ممكن يتغير في يوم من الايام. فعلا بعد ايام جاله نبلاء عايزين يشتروا عبيد متعلمين. ليه؟ لان سوما اعلن ان اي فارس او نبيل هيترقى او هيتعاقب على حسب قدرته على اداره ارضه، مش بس القتال. القرار ده صدم الكل. كومو قال لهم هتتباعوا كعائلات وبس، وبالرغم من كده النبلاء كانوا موافقين، وفي الاخر اتباعوا كل العبيد. وبعض النبلاء عرضوا يتجوزوا العبيد المتعلمين علشان يكسبوا ولائهم وحرياتهم. الوحيده اللي فضلت مع كومو كانت ساندريا، هو كان شايف ان كلام اهلها يعلم باقي العبيد القراءه والكتاب، لكن هي شايفه ان ده نابع من طيبته من انه بيصرف من ميراث جده علشانهم، وده خلاها تحترمه اكتر. وساعتها سوما دخل على الخط متخفي، ودخل بيت التجاره علشان يشتري ساندريا، وقال انه من زمان معجب بيها، بس كومو قال له المكان ده مقفول خلاص. ساندريا حست ان كومو ضحى كتير علشان العبيد، فقالت انها ممكن تبيع نفسها علشان تغطي خسارته. هنا بقى سوما فجأة عرض مبلغ مهول 10 عملات ذهب كبار. سانديريا وافقت تاخد 50 عملة ذهب، بس كومو رفض الموضوع ده وقال بدل الفلوس هيخليها تشتغل معاه في المحل الجديد اللي بيفتحه. كومو كمان عايزها تبقى شغالة معاه ببلاش كده من قلبه علشان هو مش عايزها يسيبها تمشي، وقال ان العيشة مع سوما ممكن تبقى مريحة، بس هو اناني شوية وعايزها تفضل جنبه. سانديريا فرحت جدا باللي سمعته وقررت تفضل مع كومو، وسوما واقف كده حاسس انه زيادة عليهم او عجلة 5 زي ما بيقولوا. وساعتها رورو وأيشا كانوا واقفين بيعلقوا على الموقف انه غريب ومثير للاهتمام. سوما بقى شال النضاره بتاعته وكشف عن نفسه انه الملك الجديد، وشرح ان المبادره اللي عملها كومو في تعليم العبيد خلت النبلاء يتنافسوا عليهم، وده ساعده يطبق خطته في انه يلغي نظام العبيد تدريجي من غير ما يعمل فوضى في المجتمع. سوما كان هدفه يخلي العبوديه مجرد حاجه شكليه مش اكتر، ومن خلال التعليم يغير مصير الناس اللي اتسموا عبيد. قرر يخلي تجار العبيد تحت سيطره الدوله. في الاول يعمل تميم وتدريب للعبيد، ومع انه عايز يلغي العبوديه خالص، بس عارف انه لازم يمشي بالراحه لان البلد متعوده عليها. وبعدها عين كومو مدير المبادره الجديد، وخلى ال50 دهب اللي كانوا معاه راس مال للاستثمار. الفكره انهم يغيروا نظام العبوديه لعقود شغل حقيقيه. بعد ما خلص المشكله مع تجار العبيد، سوما ومعاه ليزا والجنرال العجوز نزلوا على وسط البلد. كانوا ناويين يزوروا الاحياء العشوائيه، وليزا والجنرال كانوا فاكرين ان المكان ده وسخ جدا ومليان امراض، بس اتفاجئوا ان المنطقه اتجددت وبقت نظيفه ومشرقه مش زي ما تخيلوا. سوما شرح ان لما بداوا ينظموا نظام النقل في العاصمه هدموا المباني القديمه اللي كانت خطر وبنوا بيوت جديد، كمان نظموا الصرف الصحي وقضوا على الجريمه والمخدرات. ليزا بصت له بسخريه وقالت له انت كده بتقول لنا على انجاز ضخم كانه حاجه عاديه جدا، وهو وضح لها ان البيوت الجديده صح صغيره شويه بس الناس بتسكن فيها ببلاش مقابل انهم يحافظوا على نظافه المدينه، وده ادى للناس استقرار وامل في المستقبل. سوما ركز على موضوع النظافه علشان يمنع الامراض، لان التكنولوجيا الطبيه لسه متاخره جدا في العالم ده، ومعتمدين اغلب الوقت على السحر، وخصوصا سحر النور اللي بيعالج معظم الامراض وبيجدد الاطراف كمان، بس ما يقدرش يعالج الامراض المعديه ولا يمنع الشيخوخه. اما الامراض المعديه فكانوا بيعتمدوا على وصفات قديمه. اول خطوه عملها سوما انه يوعي الناس بوجود الجراثيم اللي مش بتتشاف بالعين المجرده، وافتكر ان في عرق اسمه التري عندهم 3 عيون وبيقدروا يشوفوا اللي محدش بيشوف، عشان
كده كانوا بيتجنبوا الناس التانية. العرق ده كان عنده نظام صحي متطور جدا وباحثين سابقين العالم بقرون في موضوع الامراض المعدية ده. اعمارهم كمان كانت اطول، عادي يوصلوا 80 سنة، في حين ان البشر والوحوش لو عاشوا لحد 60 بيبقوا معمرين. وفعلا تعاون مع التري علشان يثقفوا الناس بموضوع الجراثيم، وطلب منهم يصنعوا ميكروسكوبات، لكن التري فاجئوا الكل وطوروا مضادات حيوية تعالج الطواعين. ليزا سألت فورا طب نقدر ننتجها بكميات كبيرة؟ سوما قال ان الانتاج لسه بادئ وهيزيد تدريجيا، والدولة مستعدة تمول الرعاية الصحية. المشكلة ان المواد الخام قليلة، بس سوما قدر يتكلم مع مصادر الميكروبات، وده خلى الزراعة بتاعتهم تزيد بشكل كبير. في اللحظة دي كان في دكتور من التري اسمه هيلدا، طبيب بارع جدا في الطب وكان بيعقم الشوارع بنفسه. سوما يعرفه كويس، وكان معاه شريكه براد، دكتور بشري موهوب بس طبعه صعب جدا. الاتنين كانوا من العناصر الأساسية في إصلاح النظام الطبي. بعدها سوما راح يتأكد من مركز التدريب الوطني اللي كومو أسسه. كومو وليزا كانوا متوترين جدا أول ما شافوه. هناك لقوا هيلدا كمان لأنه دايما بيجي يعقم المكان، وكان في أطفال بيروحوا مدارس الصبح والكبار بيروحوا يتعلموا بالليل بعد الشغل، يعني حملة المحو الأمية ومدارس ليلية. وكان التركيز على تدريب مستكشفين الدنجون، مهندسين مدنيين وطلاب طب تحت إشراف هيلدا. سوما كان شايف إن كل مجال محتاج تطوير، وكان هدفه يزرع مواهب جديدة وناوي يوسع التخصصات بعدين، بس في الأول عايز يرفع مستوى التعليم العام للناس. ومن خلال نظام الوجبات اللي أدخله عدد كبير من الأطفال دخل المدارس، وده قلل العبء المالي على الأهالي الفقراء وفتح لهم باب مستقبل بعيد عن الفقر. بس بعض الطلاب كانوا مش متعاونين لأنهم مش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، وسوما وعد إنه هيحل المشكلة دي قبل ما يمشي من المدينة مع ليزا والباقيين. ليزا قالت له ان اللاجئين اللي بره المدينة عاملين خطر. في اللحظة دي هيلدا جاله واصر انه يمشي معاهم علشان يوبخ براد اللي مهمل شغله. ووصلوا البوابة ولقوا خيام كتير للاجئين اللي هربانين من الحروب والكوارث. رغم صعوبة الموقف سوما وفر لهم اكل وحطب للتدفئة، وكمان استأجر نقابة المغامرين يحرسوا المكان ويحموا اللاجئين من البلطجية. واول ما وصلوا شافوا مجرمين بيحاولوا يخطفوا اطفال لاجئين، بس مغامرين من النقابة كانوا مكتشفينهم وبيواجهوهم. الجنرال العجوز وكارلا جريوا بسرعة يساعدوا، وليزا فضلت جنب سوما تحميه. فجأة سوما لمح يونو هتتضرب فاتدخل بسرعة ومنع الهجوم. ليزا ويونو هاجموا بعضه بسرعة، وليزا مسكت سوما من يقة هدومه وقالت له انه كان متهور جدا، وفضلت على وشها الدموع من القلق. ويونو استغربت ازاي هو عارف اسمها، وساعتها وصل الجنرال العجوز في اللحظة المناسبة. سوما بسرعة غير الموضوع. المجرمين اللي اتقبض عليهم اعترفوا انهم اتأجروا من تجار العبيد، لان الملك بقى بيضم تجار العبيد كموظفين مدنيين في المملكة، وعلشان يشتغلوا لازم يعدوا اختبار وياخدوا رخصة. في شوية تجار ما عرفوش ينجحوا ولا يلبوا الشروط، فقرروا يسيبوا المملكة ويعملوا عملية اختطاف أخيرة لعيال الجان علشان يطلعوا منها بفلوس تقيلة، وهم مفكرين ان الملك مش هيفرق معاه موضوع اللاجئين. سوما اتعصب جدا وساب لهم بوكسات، وقال لكارلا تروح تبلغ هاكويا باللي حصل وتدي الفضل كله ليونو ورفاقها المغامرين. بعدها سوما بدأ يجهز علشان يقابل قادة اللاجئين ويخلص الموضوع من جذوره. بره العاصمة الملكية كان في أكتر من 1000 لاجئ من أعراق مختلفة، بس اللاجئين في المملكة بيعتبروا محظوظين شوية. سوما وفر لهم مأوى بسيط على قده، لكن الوضع في باقي القارة كان مرعب، لأن الخطوط الأمامية كلها ملاصقة لأراضي ملك الشياطين، فالدول التانية كانت بتجبر المدنيين يتجندوا غصب وتبعتهم جبهات القتال، وفي نفس الوقت بيستغلوا اللاجئين كأنهم عمالة رخيصة باسم الحماية، يعني بمعنى أصح بيعاملوهم كعبيد. سوما قعد مع قائد اللاجئين المحلي، شكله كان قريب جدا من الهنود الحمر. القائد ده كان عنده أخت صغيرة اسمها كاين. سوما قال له إنه مبعوث وأكيد كان ناقش معاه الحلول اللي تخص اللاجئين. كاين كانت عايزة تقول حاجة بس أخوها سكتها. سوما وضح إن حل مشكلة إنهم لاجئين بسيط، يا إما يتخلوا عن فكرة الرجوع لوطنهم ويبقوا مواطنين في المملكة، يا إما يسيبوا البلد ويدوروا لهم على مكان تاني. أوطانهم الأصلية خلاص محتلة من ملك الشياطين ومفيش أي فرصة للرجوع دلوقتي، ومحدش عارف الوضع ده هيستمر قد إيه. وكمان التجمعات الغير قانونية والصيد في بلاد تانية دي جرائم. سوما مش هيقدر يطنش أكتر من كده، لأن ده ممكن يجيب غضب المواطنين بتوعه، مع إنهم قبل كده كانوا ساكتين علشان مصلحة المملكة. القائد تنهد وقال إن كل اللي عايزينه يرجعوا لبلدهم. سوما قال له لو الظروف سمحت بالرجوع مش همنع حد، لكن طول ما انتم عايشين على الارض دي اتمنى تحسوا بالانتماء ليها. كاين وقتها حست ان سوما مش فاهم احساسهم بفقدان الوطن، بس سوما رد عليها وقال انا اصلا جاي من عالم تاني ومن غير اي امل ان ارجع، فانا فاهم كويس جدا شعور. دلوقتي مع ليزا اللي بقت عيلتي الجديده والناس اللي بتساندني قررت اشتغل واغير الارض دي واخليها وطن ليا، وده اللي نفسي انتم كمان تعملوه. سوما وضح انه مقدر حنينهم للبلد، بس في نفس الوقت ما ينفعش يفضلوا عايشين في الماضي. القائد سأله يعني هتتعاملوا معانا زي الامبراطوريه العظمى اللي بتدي اللاجئين ارض بر ويزرعوها بنفسهم ويبقوا مكتفين ذاتيا وما يبقوش عبء
على الامبراطوريه، وبكده لو رجعوا بلادهم الامبراطوريه تبقى كسبت ارض مزروعه من غير خساره. سوما هز راسه وقال انا مش هعمل زيهم، الارض اللي بنيناها وتعبنا فيها مش هديها للناس دي كانها بتاعتهم، لان حتى لو هم مش شايفينها مؤقته الجيل اللي بعدهم مش هيبقى شايف كده. عيالهم اللي اتولدوا هنا مش هيعرفوا اصلا بلدهم القديمه، هيفضلوا شايفين الارض اللي زرعوها بعرقهم هي وطنهم، ومش هيقبلوا ابدا انها مجرد ارض مستعاره. وبكده اختلف تفكير سوما عن الامبراطوريه، هو دايما بيفكر في اسوأ السيناريوهات الاول، وكمان خطته انه يوفر لهم سكن في مدينه مينا جديده لسه بيبنوها، وقال ان فيها فرص شغل كتير، اللي عندهم بيوت من اللاجئين هيلاقوا شغل وبيت هناك. القائد اتفاجئ وقال ازاي ده؟ اخبار حلوه كده، لكن اخته قاين على طول فهمت الحقيقه المره، معنى ده انهم مش هيرجعوا بلدهم ابدا. سوما ما انكرش، قال الموضوع فيه مميزات وعيوب والقرار قراركم. القائد قال له لسه في ناس وسط اللاجئين عندهم اصرار يرجعوا وطنهم، واكتر تطرف حتى من اختي قاين اللي هي قالت له كان من باب مراعاه المشاعر الناس دي، وقال انه مش يقدر ياخد القرار لوحده وهيجمع اللاجئين كلهم علشان يناقشوا. سوما قال انا جاي بس اطلب منكم تاخدوا قرار وما تتاخروش، لان الشتاء جاي ولو فضلتوا بره اسوار العاصمه هتموتوا من البرد. فجاه هيلد شريكها براد جري عليهم وقال في حاله ولاده خطيره جدا، ست الميه نزلت منها والعيل مقلوب مش في الوضع الطبيعي، الحل الوحيد عمليه قيصريه، بس نسبه نجاحها دلوقتي 20% بس. براد كان واثق ان خبرته مع تقنيات التعقيم بتاعت هيلدا ممكن ينقذوا الست. هيلدا اضطرت توافق وطلبت من سوما يساعدهم يجيبوا اعشاب طبيه وادوات من العاصمه، واستعاروا خيمه القائد علشان يعملوا جو معقم، وجمعوا اللاجئين تحسبا لو احتاجوا نقل دم. سوما على طول جهز ميه مغليه للتعقيم. ليزا لما سمعت عن القيصريه اتوترت جدا وخافت. سوما طمنها وقال دي طريقه عاديه في الارض اللي كنت فيها، ونسبه نجاحها هناك كبيره، وواثق ان هيلدا وبراد هيقدروا ينجحوا. سوما كمان استغل الموقف وسال القائد يعني هتجبروا الاطفال اللي هيتولدوا هنا يعيشوا كلاجئين بره؟ هتعتبروا وطنهم هو بلد عمركم ما هيرجع تاني؟ وهم بيتكلموا سمعوا صوت بكاء الطفل جوه الخيمه. كارلا خرجت وشها باين عليها التعب، وقالت بعدها القائد اخذ قراره وقال انه هيسلم القياده لاخته قاين، عشان هو قرر يقود اللي عايزين يرجعوا بلدهم يروحوا الجبهه الاماميه ويضموا نفسهم للجيش ويحاولوا يسترجعوا وطنهم. قاين اتصدمت وقلقت جدا على سلامه اخوها. القائد طمنها وقال لها ان سوما فعلا بيهتم جدا بالناس اللي في البلد دي، وانه شايف ان قاين يقدر يقود باقي الناس علشان يعيشوا كويس هنا. بعد كده سوما مشي ورا كارلا علشان يزور الام وطفلها. الام كانت بتتعافى كويس بعد الولاده وصحتها بقت احسن، جسمها متغذي كويس وقدر يدي لبن للبيبي. ولما سوما بص لليزا ولاحظ وشها في قلق طمنها وقال لها ان عمليات القيصريه على الارض متطوره جدا ومفيش داعي للقلق الكبير. بس كارلا ورغم انها عايشه تحت تهديد الطوق اللي في رقبتها ما قدرتش تسكت، ووبخت سوما جامد وقالت له انه واخد الامور كانها حاجه بسيطه. حكت له ازاي هي شافت بنفسها بطن الام وهي بتتفتح. كارلا وضحت له ان رغم التقدم في السحر والطب الولاده لسه تحدي صعب جدا على الستات. قالت له ان حتى مع الطب الحديث. كارلا حست ان سوما بيتكلم بخفه زياده عن اللزوم في الموضوع ده. ساعتها سوما فهم انه فعلا كان متسرع في كلامه. الام نفسها هزت راسها وقالت ان نجاتها كانت معجزه وما تقدرش تلوم سوما، بالعكس طلبت منه يسمي طفلها. سوما سماها فوكو متمني انه يبقى سعيد ومزدهر. ليزا قالت كده بنص لسانها ان اطفال الناس بيبقوا لطاف، بس اولادهم هم اكيد هيبقوا لطاف. كارلا ما فوتتهاش وقعدت تضحك عليهم وتقول لهم طب روحوا البيت وكملوا الحوار ده هناك. بعد كده زعيم اللاجئين سلم منصبه لاخته وقاد الناس اللي قرروا يرجعوا لبلدهم علشان يحاربوا في الصفوف الاماميه. اما اللي فضلوا قعدوا يدعوا للي مسافر ويتمنوا في يوم يرجعوا لبلدهم تاني. في الناحيه التانيه جان كان بيكلم ماريا وقال لها ان الامبراطوريه بقت ماشيه على خطى المملكه، وابتدوا هم كمان يقيموا تجار العبيد علشان يقللوا الاستغلال. ماريا لما سمعت ان سوما ده شخص موهوب من خلال النظام ده اتخنقت شويه وحست بالغيره، بس جان وضح ان النظام ده مش كله مزايا، في مخاطره ان بعض تجار العبيد يخاطروا يكملوا في بيع العبيد بشكل سري. ماريا قالت ان الامبراطوريه لازم تبذل جهد علشان تمنع المصايب دي. وبعد الحوار الجاد ده بدأوا يغسلوا ويهزروا على جان وهاكويا، وجان وشه قلب احمر على طول. اما في المملكه هاكويا كان بيرفع تقرير لسوما وفجاه عطس كأن حد بيجيب سيرته. هاكويا وضح ان حياه المواطنين استقرت، بس في مشكله جديده ظهرت بسبب بدايه الشتاء. الناس قطعوا اشجار كتير حوالين العاصمه علشان يبنوا بيوت. سوما رد وقال دي سهله، نعمل خطه محميه للجبال، يعني يبقى في اشجار جبل معينه ممنوع تتقطع، ولو حصل نقص في الخشب ممكن يتعاونوا مع الغابات اللي بيتعمل فيها تخفيف للاشجار. خطه اعاده توطين اللاجئين مشيت تمام من ناحيه السكن، انما المشكله كانت في الشغل. اغلب اللاجئين كانوا عايشين قبل كده على الصيد وما ينفعش يفضلوا طول الوقت يصنعوا رماح واقواس، فقرر سوما يطور صناعه النسيج
النسيج ويهتم بالتعليم الاساسي ليهم على قد ما يقدر، خصوصا ان الميناء هيبقى مركز تجاري كبير بسبب الوباء، فلازم الناس يرفعوا مستواهم التعليمي علشان يعتمدوا على نفسهم في اكتر من مجرد شغل جسدي. وفي النص ده كله بونشو دخل طاير على سوما وهو مبسوط جدا وقال له ان الحاجه اللي كان مستنيها اتعملت. سوما جربها واتبسط جدا وقال دي صوص للنودلز، قعد يمدح في بونشو انه عمل شغل عظيم. هاكويا استغرب وسال ده ايه، فسوما شرح له انه بالصوص ده يقدروا يعملوا اكلات لذيذه جدا. اول ما هاكويا ده الصوص على طول اقترح انهم يعملوا منه منتج خاص بالمينا يتصنع ويتباع عن طريق المهاجرين هناك، وده كمان هيخلي ليهم طابع محلي مميز. سوما اعجب بالفكره جدا وقرر ينفذها، ومع نهايه السنه قعد سوما مع ليزا قدام الدفايه وبيفكروا في اللي حصل طول السنه اللي قضاها في العالم ده. قال لها مش كتير اللي حققناه في نص سنه دي، وبعدها قشر برتقاله ولقمها بايده وقال لها انه نفسه يعيش لحظه هاديه كده من غير تفكير. بس الهدوء ما طولش لان كارلا دخلت وقالت لهم ان الملك السابق طالب يشوف سوما لوحده. النص الاولاني من الحلقه كان مليان احداث مثيره جدا ومن الافضل يتشاف بنفسه، اما بقى عن تفاصيل الغرفه فمش مناسب نقولها هنا. المهم سوما راح يقابل والد ليز. الملك السابق قال له انه عمل انجازات كبيره جدا في السنه دي من حكمه واثبت انه قائد حقيقي للعصر. سوما نفسه كان عاوز يقابلهم من زمان بس كانوا دايما بيتهربوا ويقولوا هنحكي لك في الوقت المناسب. دلوقتي حاسس ان وقت الاسرار جه. سوما كان عنده 3 اسئله. اولا ليه تنازلوا عن العرش لحد عمرهم ما قابلوه ولا يعرفوه وكمان جوزوه بنتهم العزيز؟ ثانيا ليه الدكتور كارميان اللي برضه عمره ما قابله رضي يمثل دور الشرير ويتحمل اللوم من النبلاء؟ واخيرا ليه الملك السابق كان بيتجنب مقابلته طول الفترة اللي فاتت؟ الملك قال ان كل الاسئلة دي مرتبطة بحاجة واحدة، واعترف انهم كانوا بيراقبوا سوما من الاول بس مترددين يحكوا له. ملكة مسكت ايده وهو سأل سوما عمرك سمعت عن عادة بدء الحياة؟ بدأ يحكي قصة وقال في مملكة معينة كان في ملك عادي جدا مش مميز. البلد الغربية الكبيرة طلبت منه يستدعي بطل. ملك نفذ وفعلا استدعى بطل من عالم تاني. المفروض كان يبعت البطل للبلد الغربية بس البطل اقنعهم يسيبوه يقعد. الملك اتأثر بقدراته وعينه مستشار. المستشار ده غير البلد كلها، حل أزمة الأكل والفلوس، بس الإصلاحات دي زعلت الطبقة العليا وشافوه تهديد ليهم فابتدوا يضغطوا على الملك علشان يمشيه. المستشار ده كان ليه صديق مقرب جنرال الجيش اللي كان أكبر داعم ليه. النبلاء فضلوا ينشروا شائعات للملك علشان يخلوا علاقته بالمستشار تتوتر، وفي الآخر المستشار اترفض وراح يعيش في مدينة الجنرال. الملك نفسه كان حاسس بالذنب بس صدق إنه أنقذ حياته كده. لكن القصة ما خلصتش لأن الدولة اللي جنبهم أعلنت حرب فجأة. الجنرال اتزنق وما قدرش يتحرك علشان كان مضغوط بالهجوم، وفي الوقت ده النبلاء استغلوا الفرصه وعملوا تمرد ضد الملك. الجيش اتحرك على طول متجه ناحيه القصر وكانوا متعاونين مع البلد اللي جنبهم. ولما الجنرال الكبير وصل للعاصمه لقى المدينه كلها مولعه، النيران مغرقاها من كل ناحيه. الجنرال للاسف مات في الحرب والبطل اختفى ومحدش عارف هو راح فين. العاصمه فضلت مولعه لمده 3 ايام وليالي متواصله والدخان مغطي السماء. الملك كان متدمر من جوه، شال ذنب موت البطل على كتافه وكان حاسس ان قراراته هي اللي ضيعت الشاب. من غير الجنرال الكبير الجيش بقى بيتغلب معركة ورا التانية. الملك حاول يستنجد بالقوات الجوية والبحرية بسرعة لكن محدش كان مصدقه لأنه بالنسبة لهم هو اللي تسبب في موت البطل وكمان الجنرال. الملك حاول يجمع متطوعين للقتال لكن الشعب ما وقفش معاه. صحيح ان اصلاحات البطل كانت عاملة مشاكل للنبلاء وضربت مصالحهم لكنها كانت كلها علشان مصلحة الناس، وبالتالي الملك اللي رمى البطل وعزله خسر دعم الناس كمان. وفي الاخر الثوار حصروا القصر من كل اتجاه والملك غرق في ندمه. سوما ساعتها قال القصة دي شكلها حقيقية. ملك العجوز وقتها كشف انها فعلا حقيقية. الحقيقة ان السحر الحقيقي للملكة كان انها تبعت ذكريات من المستقبل لناس في الماضي. في القصة الملك ندم انه عزل سوما وكان فاكر ان لو كان اداله اكتر من مجرد لقب مستشار كان ممكن سوما يحكم المملكة بشكل افضل بدل ما تروح للخراب والمصير الغامض لبنته ليز. عشان كده الملكة استخدمت كل قوتها السحرية وبعتت ذكريات الملك الحالي لنسخته القديمة وكشفت له الحقيقة. واتضح كمان ان الملكة نفسها كانت واخدة ذكريات من مستقبلها. الملكة اللي في المستقبل حاولت تتجوز اكتر من واحد ابطال واشخاص شجعان واقوياء لكن في كل مره المملكه كانت بتنهار برضه. الوحيد اللي قدر يطول معاه في الزمن هو الملك الحالي واللي كمان خلفوا منه عيال. الملك ما تعصبش، بالعكس طلب من الملكه انها تبعت ذكرياته لنسخته في الماضي واوصى النسخه القديمه انها تتنازل عن العرش لسوما. هو كان متقبل فشله واخطائه بهدوء وبعد ما بعتوا ذكرياتهم للماضي الاثنين واجهوا موتهم مع بعض. سوما دماغهم انفجرت من الفكره دي، ازاي الذكريات تقدر تنتقل عبر الزمن. الملك اعتذر لسوما لانه من خلال الذكريات المستقبل شاف قد ايه قراراته الغلط كانت سبب ان النبلاء يضطهدوا سوما وده في الاخر خلى المملكه تنهار. بس سوما ما اغضبش لانه ما عندوش ذكريات المعاناه دي في نفسه. سوما سال الملك طب انت شاركت ذكريات المستقبل مع الدكتور كارميان؟ الملك هز راسه وقال هو كان عارف انه ضعيف وجبان ومش هيقدر يشيل الحمل لوحده. اعترف بانه ملك عادي مش عبقري لكنه ما كانش عاوز يكون امبراطور غبي. عشان كده قال الحقيقه الغريبه
دي للدوق كارميان، والدوق صدق وقرر يدعمه بالكامل، وده اللي خلى خطة الدوق انه يسحب النبلاء معاه لتحت تمشي. الملك كمان كان ناوي يقول لكاستر، بس الموضوع كان فيه خطط كتير ومخاطرة بالكشف، وده اللي عمل مشاكل كبيرة لسوما. وقتها سوما فهم ان الطريق اللي كان فاكر نفسه هو اللي شقه لإصلاح المملكة في الحقيقة كان ممهد له من ناس تاني. لكن الملك قال له لا يا ابني، الإصلاحات دي كلها كانت منك انت، وجودك فعلا غير المملكة. سوما سأل طب امتى التاريخ بدأ يتغير؟ الملكة ردت وقالت من البداية. في الزمن ده ليزا كانت من الأول جنب سوما، لكن في ذكريات الملك من المستقبل بعد ما اتعزل سوما من منصب المستشار راح يعيش في أراضي الدوق كارميان. وقتها ليزا كانت سكرتيرة الدوق حتى من غير ما يكونوا مخطوبين. ليزا وقعت في حب سوما ورجعت العاصمة علشان تطلب من أبوها يرجع سوما مستشار تاني، لكن الملك اللي كان خايف من النبلاء ما سمعش كلام بنته، وفي الآخر ليزا رجعت للأراضي الدوق اللي اتحرقت. أما الصحاب اللي مع سوما دلوقتي ما كانوش موجودين في الخط الزمني ده، لأن وقتها سوما ما قدرش يستخدم الكرة السحرية علشان يجمع المواهب. الملك وقتها رفض بسبب ضغط المحافظين، انما في الزمن ده سوما قدر يجمع مواهب لانه اخد حقوق ولاية العهد، ومن غير الحقوق دي وكمان الخطوبة مع ليزا ما كانش هيقدر يتغلب على النبلاء. الملك قال ليزا فعلا كانت زعيمة النصر. الملك والملكة اعترفوا بكل حاجة وقالوا انهم عاوزين يسيبوا العاصمة ويعيشوا في عزلة، لان وجود الملك القديم ممكن يخلي ناس تانية تطمع او تسيء. الملك كان انه مبسوط انه شاف المستقبل بيتغير وهو راضي يتقاعد بعد كده. كمان نادى على سوما وقال له انت زي ابني، وسوما بدوره ناداهم ابويا وامي. قبل ما يمشوا سوما سالهم انتوا لقيتوا جثتي انا وليزا؟ الاتنين هزوا راسهم وقالوا لا احنا لقيناهم رماد. فسوما قال لهم يبقى ليزا لسه عايشه، لو كنا فعلا حبينا بعض في الزمن ده اكيد كنت هحميها وههرب معاها. الملك والملكه فرحوا جدا بالكلام ده. بعدها سوما شاف ليزا واقفه في البلكونه ووقف جنبها يتفرجوا سوا على العاب السنه الجديده الناريه. هناك سوما اعترف بحبه ليها من قلبه وهي بدورها وافقت. بعد السنه الجديده سوما قابل كل رفقته واحد ورا التاني وقال لهم انه محتاج دعمهم يستمر. ليزا ردت وقالت مش محتاج كلام، انا ماشي وراك بكل قلبي. والباقيين كمان قالوا نفس الشيء. بس على فكرة لسه في حد فاكر الشياطين اللي على الجبل الأمامية؟ احنا تقريبا نسينا ان سوما جه هنا من الأول علشان موضوع الشياطين ده. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة. فقبل ما ننهي حكايتنا لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شوفوا وشكم على خير.